السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني والله. كملنا وبدأنا في المرة اللي فاتت الجزء بتاع الدعامة في الإنسان، وقلنا إن الدعامة في الإنسان بتعتمد على حاجة اسمها الجهاز الهيكلي. وبعد كده قلنا ايه هي فايدة الجهاز الهيكلي وايه هي مكونات الجهاز الهيكلي. قلنا ان مكونات الجهاز الهيكلي 5 حاجات. اولهم حاجه اسمها الهيكل العظمي اللي هو العظام، وده اللي احنا خلصناه الجزء اللي فات. وكنا بنقول ان هو بيتكون من هيكل محوري موجود في محور الجسم اللي هو عباره عن الجمجمه، القفص الصدري، والعمود الفقري. بعد كده عندنا حاجه اسمها الهيكل الطرفي اللي هو عباره عن الاطراف العلويه الايدين والاطراف السفليه اللي هم الرجلين. وقلنا ان الاطراف العلويه ماسكه في الجسم بحاجه اسمها الحزام الصدري اللي هم عظمتين 2، عظمه لوح الكتف من الناحيه الظاهريه وعظمه الترقوه من الناحيه الاماميه. وبعد كده قلنا ان الطرفين السفليين ماسكين في الجسم عندي بالحزام الحوضي. وقلنا ان الحزام الحوضي ده هم عظمتين 2 بس، عظمه يمين وشبهها عظمه في ناحيه الشمال. قلنا تفاصيل كل جزء من العظام دي وخلصنا الهيكل العظمي. كان بعد كل جزء عندنا مجموعه من التريكات، يعني كنا بنخلص مثلا عظام الجمجمه ونقول شويه تريكات عليه، خلص العمود الفقري ونقول شويه تريكات عليه. لو انت عندك اي مشكله في اي نقطه وانت بتسمع ممكن توقف وترجع تسمعها تاني. طيب انت رجعت وسمعت وبرضه ما فهمتش النقطه دي، ان شاء الله هسيب لكم وسيله للتواصل تقدروا ان انتوا تبعتوا عليها وتسالوا في اي جزئيه انتوا مش فاهمينها، وانا بنفسي هرد عليكم باذن الله. نسمي الله مع بعض ونكمل بقى موضوع الدعامة في الإنسان. عندنا تاني مكون من مكونات الجهاز الهيكلي، وعايزكم يا ولاد تفرقوا ما بين الجهاز الهيكلي والهيكل العظمي. الجهاز الهيكلي ده هو الجسم كله، اللي هو الجهاز المنتشر في الجسم كله، لكن الهيكل العظمي هو مكون واحد من ال5 مكونات بتوع الجهاز الهيكلي. يبقى لما اقول لك جهاز انا اقصد ال5 مكونات، العظام والاربطه والاوتار والمفاصل والغضاريف. لكن لما اقول لك الهيكل العظمي خلاص انا بتكلم على العظام. تاني مكون معانا في الجهاز الهيكلي كانت حاجه اسمها الغضاريف. يبقى تاني مكون معانا في الجهاز الهيكلي بتاعنا هو الغضاريف. الغضاريف يا اولاد بكل بساطه هي القرقوشه اللي انت بتلاقيها في الفرخه وانت بتاكل كده الفرخه ولا حاجه، ممكن تلاقي في حته عظمه كده في حته بيضه من فوق على الطرف بتاع العظمه كده، هي دي الغضاريف، هي القرقوشه دي هي دي الغضاريف. طيب انا هستفيد من الغضاريف في ايه؟ تخيلوا معايا يا اولاد ان انا معايا حتتين خشب او حتتين حديد وحاططهم الاثنين على بعض وبعملهم كده، بعمل ما بينهم احتكاك. ايه اللي هيحصل؟ درجه حرارتهم هترتفع ويبدا يحصل ما بينهم تآكل. طب لو انا جبت حاجه ناعمه من هنا وحاجه ناعمه من الناحيه الثانيه وجيت اعمل لهم احتكاك ببعض، الاحتكاك هيقل، هيتزفلطوا على بعض يا ولاد. الزفلطه دي بتمنع انهم يحتكوا جامد، فبتمنع ان الاثنين دول يتآكلوا. يبقى انا عندي يا اولاد اول وظيفه للغضاريف خالص ان هي بتكون بين العظام المتمفصله، يعني بين العظمتين اللي عاملين لي مفصل. هنعرف دلوقتي ان كلمه مفصل معناها مكان التقاء عظمتين او اكتر. طالما عظمتين لازقين في بعض وعاملين مفصل بيتحرك ده اسمه مكان التمفصل. قلنا طالما مكان التمفصل في حاجتين ناشفين بيتحركوا على بعض هيحصل بينهم تآكل، وبالتالي هيبداوا ان هم يتبروا مع الوقت ويبدا يحصل فيهم الم وممكن يحصل فيهم نزيف. فمن حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان عمل لنا حاجه اسمها الغضاريف موجوده بين العظام المتمفصله، يعني سطح العظميه دي بقى لها حته غضروف ناعمه كده وطريه شويه، والناحيه الثانيه في حته غضروف ناعمه وطريه شويه. يبقى اول حاجه يا اولاد هي بين العظام المتمفصله لمنع احتكاك وتآكل العظام. قلنا العظام دي صلبه ناشفه كانك جايب حتتين خشب وحاططهم وبتعمل احتكاك بينهم وبين بعض فيحصل فيهم تآكل. طيب هل دي الوظيفه الوحيده؟ يعني هي كل وظيفه الغضاريف موجوده بس كده علشان تتحط بين عظمتين؟ قال لك لا. طب ما انا عندي الجزء الامامي من الانف ده غضروف، هل في حركه هنا اصلا؟ مفيش حركه. طب انا عندي صوان الاذن اللي هو الجزء الخارجي من الودن ده اللي انت بتتقرص منه ده يعتبر غضروف، هل ده كده في حركه؟ قال لك لا. فمش الوظيفه الوحيده للغضاريف ان هي تتحط بين العظام، ده ليها وظائف اخرى. قال لك عندك مثلا تاني وظيفه، قال لك احنا بنقول بين العظام المتمفصله كالمفاصل مختلفه، ومن انواع المفاصل برضه يا اولاد بين فقرات العمود الفقري. كنا بنقول ما بين كل فقره والثانيه
ده هنعرف دلوقتي ان هو نوع من المفاصل. في حاجه اسمها الديسك او القرص الغضروفي. يبقى دي فقره ودي فقره وما بينهم قرص غضروفي. وما ننساش قلنا الفقره الاولى والفقره الثانيه في العنقيه ما فيش بينهم قرص غضروفي، لكن اول قرص غضروفي بيظهر من اول الفقره العنقيه الثانيه والثالثه. خلاص، يبقى بين الفقرات العمود الفقري برضو هتلاقي موجود ايه؟ هتلاقي موجود قرص غضروفي. تربط الضلوع بعظمه القص. هو انا يا اولاد لما اجي اخد نفس صدري بيتملي بالهواء، فانا صدري بيوسع. ايه اللي بيخليه يوسع؟ ان الضلوع بتقدر تتحرك شويه. ايه اللي بيخليها تقدر تتحرك شويه؟ ان هي ماسكه في عظمه القص بحته غضروف صغننه كده. هي يا اولاد لو كانت عظمه ماسكه في عظمه هتيجي تتحرك مفيش حركه. يعني لو دي عظمه القص والضلع جاي كده ماسك فيها بعظمه من هنا، هتيجي تتحرك مفيش مجال للحركه. لكن لما يكون في حته غضروف العظمه تقدر تاخد وتدي. فهي يا اولاد بتربط الضلوع بعظمه القص عشان تسمح بالتمدد. قال لك توجد في شكل حلقات بطول القصبه الهوائيه. القصبه الهوائيه يا اولاد اللي هو مجرى التنفس بتاعنا. القصبه الهوائيه دي اللي انت بتخبط عليها تحت هنا ديت يا اولاد عباره عن عضلات. بس تخيل معايا العضلات دي بتنقبض وتنبسط، فممكن فجاه تلاقيها انقبضت راحت جايه مقفوله. يبقى انت قفلت لي مجرى الهواء، تيجي تتنفس مفيش نفس فالانسان هيموت. يبقى هي لو كانت القصبه الهوائيه دي او مجرى النفس ده كان عضلات بس، كانت ممكن العضلات دي في اي لحظه تروح جايه مقفوله والانسان ده يتخنق ويموت. فمن حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه خلالك ما بين العضلات مجموعه من الحلقات الغضروفيه. يعني ايه يا اولاد؟ ادي عندك ده مجرى الهواء، تيجي تلاقي فيه حلقه غضروفيه هنا كده، وحلقه غضروفيه هنا كده، وحلقه غضروفيه هنا كده، وحلقه غضروفيه هنا كده. ديت يا اولاد دعامات واقفه عامله كده. الجدار يجي يقفل يقول له لا احنا صالبين عنك، احنا لازم نحافظ على مجرى الهواء مفتوح علشان الانسان ما يختنقش. يبقى هي موجوده في شكل حلقات بطول القصبه الهوائيه. ليه؟ للحفاظ على مجرى الهواء مفتوح، عشان مجرى الهواء يا اولاد ما يتقفلش والانسان يموت. وقلنا ان هي بتشكل بعض اجزاء الجسم زي صوان الاذن الخارجيه. ده اسمه يا ولاد صوان الاذن. الحته الكبيره اللي انا ماسكها دي كلها كده اسمها صوان الاذن الخارجيه. الجزء الامامي من الانف اللي هو الجزء ده، عندنا يا ولاد الانف مكون من جزئين اتنين. الجزء اللي فوق ده عظم، الجزء اللي تحت اللي بينضغط ده اللي هو الغضاريف. يبقى الجزء الامامي من الانف برضه غضروف. الجزء السفلي من عظمه القص في الاطفال. لو جينا يا ولاد في طفل صغير شفنا عظمه القص اللي الضلوع كانت بتمسك فيها، هنلاقي الجزء السفلي منها اللي هو كنا بنقول جزءها السفلي غضروفي. وقلت لك في الاطفال او في الصغر ليه؟ ده يا اولاد مع الوقت بيتحول لحته عظمه، عشان ما حدش يجي ايه يجيب لي جثه واحد ميت ويجيب لي عظمه القص ويجي يجري يقول لي يا دكتور انت ضحكت علينا، ده انت بتقول لي غضروف ايه؟ دي ناشفه جدا الجزء السفلي منها. اقول لك ما هو لما كان صغير، لما كان طفل، كان الجزء ده برضو ايه؟ كان غضروفي، ولكنه بيتعظم مع الوقت. خلاص؟ مش بيتعظم يبقى عظيم، بيتعظم يعني بيتحول لعظام. يبقى ديت يا اولاد اماكن التواجد والاهميه بين العظام المتمفصله، بين الضلوع بتربطها بعظمه القص، شكل حلقات للحفاظ على مجرى الهواء مفتوح، وبتمثل بعض اجزاء الجسم. طيب تعالى ديت الاشكال المختلفه للاماكن بتاعتها اهي. ده يا اولاد ده مفصل الركبه. شايف القرقوشه البيضه دي؟ هي ديت الغضاريف اهي. وديت عظمه الرطفه اللي كانت بتعمل معايا مفصل الركبه اهي. لان يا اولاد كنا بنقول ان الشظيه ما بتدخلش في تركيب مفصل الركبه. افتكر معايا مفصل الركبه كان 3 عظام، الفخذ من فوق، القصبه من تحت. وحد يقول لي والشظيه، اقول لك لا، الشظيه ما بتدخلش في مفصل الركبه، بيعوض عنها عظمه صغيره قدام مفصل الركبه اسمها الرطفه اهي. يبقى دي كلك عاملين مفصل، يبقى لازم يتغطوا بطبقه من الغضاريف. ادي يا باشا الضلوع وادي عظمه القص ماسكه فيها بايه؟ اجزاء غضروفيه، قلنا عشان تسمح بالحركه. ادي فقره وادي فقره ثانيه بينهم قرص غضروفي. ادي القصبه الهوائيه اللي هو مجرى النفس يا اولاد. بص الحلقات الزرقاء دي هي ديت الحلقات الغضروفيه علشان تفضل ساندة الجدار كده فالجدار ما يقفلش معايا. هي ديت الصور المختلفه. تعال ناخد مقارنه سريعه ما بين العظام والغضاريف. صغر سنه. بيقول لك يا باشا عندنا العظام اللي احنا خلصناها الجزء اللي فات، وعندنا الغضاريف. ايه وجه الشبه بين الاثنين؟ قلت لك العظام، الغضاريف، الاوتار، الاربطه، كلها نسيج ضم هيكلي لانهم في الهيكل بتاع جسم الانسان. فهتلاقي اول نقطه دي نسيج ضم هيكلي ودي نسيج ضم هيكلي، ولكن اصبر دي عظام يبقى خلايا عظميه. يبقى نوع النسيج ضم هيكلي ده نوع واسع جدا،
في انواع اصغر منه او في انواع تحت منه، دي خلايا عظميه، دي خلايا غضروفيه. ده اكثر صلابه. العظم ناشف يا ولاد، انت لو جبت عظم خبطت بيها واحد هتدغدغه، لكن الغضروف ده قرقوشه طريه، ده اكتر صلابه لانه بيحتوي على الكالسيوم. الكالسيوم ده يا ولاد لما بيترسب على حاجه بيصلبها، بيخليها صلبه، فالعظام صلبه فيها كالسيوم. افتكر دايما كان بيقول لك اشرب اللبن علشان الكالسيوم يروح يقوي العظام في الاطفال. ده اقل صلابه لا يحتوي على الكالسيوم. دي فيها اعصاب يا ولاد تشعر بالالم، يعني لا قدر الله لو حد حصل له كسر وعظمته اتكسرت هيتوجع. لكن لو واحد يا ولاد الغضروف بتاعه اتكسر، الغضروف بس، هيجي هتلاقي ان هي لا يوجد بها اعصاب فلا تشعر بالالم. يبقى انت لو طلعت حته غضروف لوحدها وقمت كسرها او عامل فيها اي مشكله مش هتحس بالالم لان هي ما فيهاش اعصاب. دي فيها اوعيه دمويه، دي ما فيهاش اوعيه دمويه. يبقى العظام طالما بتشعر بالالم عندها دم. افتكر كده، اللي عنده دم هو اللي بيتوجع، لكن اللي ما عندوش ما بيتوجعش. يبقى دي عندها دم وبتحس، يبقى بتحس بالالم، فهي عندها اعصاب وعندها اوعيه دمويه. دي لا عندها اعصاب ولا عندها اوعيه دمويه. حد يقول يا دكتور بس انت برضه يعني حاسك بتضحك علينا، ده انا من يومين الحته دي اتخبطت عندي وراحت جايه نازفه جابت دم، او من يومين انا اتخبطت في الطرطوفه بتاعت مناخيري ده اهي اللي انت بتقول لي عليها غضروفي وبرضه جابت دم. قال لك يا حبيبي لما انت بتتخبط هنا وتنزف اللي نازف هو الجلد، ما الجلد يا اولاد فيه شعيرات دمويه، لكن الغضروف من قلبه. يعني يا اولاد لو احنا رسمنا رسم توضيحي كده، ده غضروف وده الجلد اللي حوالين الغضروف اللي هو حوالين ودنك، ده ماشي فيه شعيرات دمويه، الجلد ماشي فيه شعيرات دمويه كده، لكن الغضروف نفسه من القلب ما فيهوش شعيرات دمويه. خلاص تمام. انا بقول لك دي فيها شعيرات دمويه، يبقى لو حصل اصابه هتنزف. حاجه فيها دم يا اولاد واتصابت يبقى هتنزف عند الاصابه. قال لك الدم ده بيوصل لها الغذاء، ما هو الدم ده يا اولاد بينقل الغذاء والاكسجين وخلافه، وسريعه الالتئام وبتلتئم بسرعه. خلاص، يبقى دي كلها يا اولاد خصائص للعظام، بتنزف عند الاصابه لان فيها اوعيه دمويه بتحصل منها على الغذاء، وسريعه الالتئام بتلتئم بسرعه، لما بيحصل فيها مشكله بيجي لها المغذيات وتخليها تلتئم بسرعه. لا يوجد بها اوعيه دمويه. ايه المشكله؟ لا تنزف عند الاصابه. تعورتي هتجيبي دم منين؟ ما انت اصلا ما عندكيش دم، ده انت ما بتحسيش، لا تشعر بالالم. تحصل على الغذاء بالانتشار. يعني يا اولاد احنا قلنا الدم اللي هو اللي بيوصل المواد الغذائيه. طب افرض عندي حاجه مش وصل لها دم، تعمل ايه؟ ادي الغضروف اهو وادي العظمه اهي، تقول لها اديني شويه من اللي عندك ده، انت عندك دم وعندك غذاء، ارمي لي شويه، انا ما عنديش اكل. فالمليان يكب على الفاضي. مين المليان؟ العظام. الغضاريف ما عندهاش فبتحصل على الغذاء بالانتشار. يعني دي العظمه هنا جنبها الغضروف هنا، دي فيها اكل فتقوم مديه الغضروف، الاكل ينتقل من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. تتخلص من الفضلات بالانتشار. ما هو يا ولاد اي خليه في الدنيا نتيجه العمليات الخلويه اللي بتعملها بينتج عنها فضلات. هتوديها فين؟ هتفضل عينها عندها؟ قال لك لا، برضه بتتخلص منها للعظام، والعظام تاخدها للدم، والدم يلف عشان الجهاز الاخراجي يخرجها. خلاص؟ قال لك تتخلص من الفضلات اللي هي الفضلات الخلويه يا ولاد. محدش بقى يجي في دماغه اللي هي الفضلات الايه اللي هي الاخراجيه في الحمام، لا، الفضلات الخلويه تبقى مثلا ايه؟ شويه مواد عضويه، شويه غازات، حاجات ايه تمشي مع مجرى الدم، وبطيئه الالتئام ما عندهاش حد يجيب لها العلاج. الدم ده يا ولاد هو اللي بينقل العلاج، فانت ما عندكش دم، لا هتحس ولا هتنزف ولا هتلاقي اكل تاكله ولا هتبدا ان انت كمان ايه تلتئم ولا تتعالج لما تتصاب. فدي المقارنه ما بين الاثنين مهمه. خلي بالك كلمتين سريعا كده. بيقول لك الغضاريف لونها ابيض ليه؟ لانها لا تحتوي على اوعيه دمويه. هو احنا يا ولاد الجلد بتاعنا لونه كده ليه؟ قال لك لونه كده عشان حاجتين اتنين، صبغه الميلانين اللي بتصبغ لي الجلد. يعني انا عندي صبغه اسمها الميلانين بتطلع من خلايا اسمها الميلانوسايت اللي هي خلايا الصبغه. خلايا الصبغه دي اللي بتديك اللون بتاعك، تخليك مثلا قمحي، تخليك غامق شويه، تخليك فاتح شويه. تاني حاجه يا ولاد لما تيجي تبص على كف ايدك مثلا ممكن تلاقي حتت لونها بامبا. يعني ايه بامبا؟ الحتت دي يا ولاد لونها بامبا كده او اللي هو احمر فاتح كده علشان وصل لها دم. طب لو مش وصل لها دم مش تاخد اللون ده عمره، فعلشان كده الغضاريف لونها ابيض لانها لا تحتوي على اوعيه دمويه. ضلع ليس له جزء غضروفي. كنا بنقول الضلوع بترتبط بعظمه القص عن طريق الغضاريف. طب ضلع ملوش جزء غضروفي؟ الضلوع العائمه. ليه؟ هي ماسكه يا باشا في الفقره من ورا بالمنظر ده كده، ومن قدام مش ماسكه في حاجه، فالجزء الغضروفي اللي هنا مش موجود. لو رجعنا تاني للصوره اللي احنا كنا جايبينها من شويه اهي، اهي يا باشا،
الجزء هنا اللي هي العائم هنا اهي، الضلع العائم ده والضلع العائم ده ما فيهمش غضاريف لانهم مش ماسكين في ايه؟ مش ماسكين في اي حاجه. يبقى دي النقطه الثانيه، ضلع ليس له جزء غضروفي فيبقى الضلوع العائمه. طب الحاجز الانفي مكون من ايه يا اولاد؟ الحاجز الانفي ده انت عندك فتحه انف يمين وفتحه انف شمال، بينهم حاجز اهو. قال لك الحاجز ده برضه غضروفي، يبقى الحاجز الانفي مكون من غضروف. عشان كده يا اولاد ساعات بنعمل عمليات ايه؟ تعديل في الحاجز الانفي او استئصال جزء من الحاجز الانفي. ساعات الحاجز الانفي ده بيبقى معوج عامل كده، ده من الناحيه دي شويه فيسد الفتحه دي، فاحنا بندخل بعمليه جراحيه في الانف ونعمل تعديل للغضروف، فبرضه الحاجز الانفي مكون من غضروف، وبكده جزء الغضروف خلص معانا. تاني حاجه معانا يا اولاد هي المفاصل، وانا فكرتك الحصه اللي فاتت ان المفاصل مش نسيج. المفاصل دي زي كانك بتقول اوضه، كانك بتقول ملعب، هي مكان مش نسيج، هي مكان التقاء عظمتين او اكتر. وليه بقول لك عظمتين او اكتر؟ لانه ممكن يكونوا 3 عظام. افتكر معايا مفصل الكوع كان بيكونوا 3 عظام اللي هي عظمه العضد والزند والقعبره. مفصل الركبه كان 3 عظام، كانت عظمه الفخذ وعظمه القصبه وعظمه الردفه وليس الشظي. فهو بيقول لك يا باشا ان تعريف المفصل هو موضع التقاء عظمتين او اكتر، ويوجد 3 انواع منه. يبقى هو مكان اجتمع فيه تلم فيه عظمتين او 3، خلاص. وفي منه 3 انواع على حسب ايه؟ انا رحت عند المفصل اهو وقمت باصص ما بين العظمتين، ادي عظمه وادي عظمه، قلت لهم هو انتوا بينكم ايه؟ ايه اللي بينكم ماسككم ببعض؟ ايه اللي مخليكم مرتبطين ببعض قوي كده؟ يبقى انا هقول الانواع بتاعته بناء على الماده الموجوده بين العظام. يا باشا بنقول 3 انواع على حسب نوع التراكيب داخل المفصل اللي بينكم خليكم ماسكين في بعض. عندنا 3 مفاصل يا اولاد او 3 انواع من المفاصل، بنجمعهم في كلمه لغز. لغز، انا عندي لغز وعايز افكه، قلت له هتفكه بايه؟ قال لي انا لغز هتفكني بلام ليفيه غين غضروفيه زين زلاليه. هنعرف كل مفصل دلوقتي بيتركب من ايه. يبقى انا عندي اللغز، اللام ليفيه، الغين غضروفيه، والزين زلاليه. تعالى اول حاجه يا اولاد نشوف المفاصل الليفيه. قال لك المفاصل اللي فيها دي ما بين العظمتين وبعض، اما جيت بصيت لقيت نسيج ليفي، الياف موجوده بينهم. فقلت لهم ايه ده انتوا بينكم الياف؟ قالوا لي اه. فانا قلت خلاص يبقى انتوا مفاصل ليفيه. يبقى المفاصل الليفيه تلتحم العظام عند هذه المفاصل اللي ماسكها ببعض انسجه ليفيه. قال لك الانسجه اللي فيها دي مش احسن حاجه، مع الوقت بتتغير تتحول لانسجه عظميه. تقول لي انا افتكرت يا دكتور انت كنت قايل لي المره اللي فاتت في الجمجمه ان مناطق العظام في الجزء المخي بترتبط مع بعضها بمفاصل ليفيه تتحول بمرور الوقت لنسيج عظمي. يبقى انت عندك المفاصل الليفيه او الانسجه الليفيه تتحول مع تقدم العمر الى انسجه عظميه، بتبقى عظم عشان تمسك اكتر. اقل المفاصل انتشار، ده اقل نوع هتلاقيه موجود في الجسم. يعني لو جيت عديت كده عدد المفاصل اللي فيها هتلاقيهم بيتعدوا على الصوابع. يبقى دي اقل المفاصل انتشارا، ودي سؤال مهم. معظمها لا يسمح بالحركه. الله، معظمها يعني مش كلها. اقول لك طالما قلنا المعظم يبقى في جزء قليل منها بيسمح بالحركه ومش عليك، ولكن تبقى عارف ان في جزء صغير منها ممكن يعمل حركه بسيطه. مثل المفاصل التي توجد بين عظام الجمجمه اللي هي عظام الجزء يا اولاد المخي اللي احنا قلناه المره اللي فاتت اهو. ادي عظمه الجمجمه، دي عظمه ودي عظمه، بيكون ما بينهم ايه؟ مفصل ليفي اهو، وده مفصل ليفي. هو دلوقتي يا اولاد دي عظمه شخص بالغ فتحولت لايه؟ لعظام. يبقى المفاصل دي عظمه ودي عظمه التقوا او اجتمعوا في المنطقه دي، فده اسمه مفصل نوع ليفي. يبقى العظام او المفاصل التي توجد بين العظام نوعها مفاصل ليفيه، والنسيج اللي بينها نسيج ليفي يتحول بمرور الوقت الى نسيج عظمي. ايوه كده ركز معايا. ثاني حاجه يا اولاد المفاصل الغضروفيه. المفاصل الغضروفيه نفس الفكره، جبت العظمتين بصيت ما بينهم، انتوا ايه اللي جمعكم ببعض؟ قالوا احنا اللي جمعنا غضروف وبس. قلت لهم ايه؟ قالوا غضروف وبس. قلت لهم ايه وبس يعني؟ قالوا اصل انت كمان شويه هتلاقي مفاصل تانية، المفاصل دي لا هي مننا ولا هي علينا. قلت لهم ليه؟ قالوا هتلاقي غضروف ومعاها حاجه تانية، يبقى دي غضروف وبس. يبقى المفاصل الغضروفيه تربط بين نهايات بعض العظام، يعني بتجمع عظمتين او اكتر مع بعض، المتجاوره يعني العظمتين جنب بعض بغضاريف فقط. وركز على كلمه فقط عشان هتيجي شويه بعد دقيقتين ولا حاجه هتقول لا ده في غضاريف، يبقى ده مفصل غضروفي. يقول لك هو في غضاريف بس ولا غضاريف وحاجه ثانيه؟ يسمح بحركه محدوده جدا، يعني محدوده جدا مش محدوده بس،
اصل محدوده دي هيبقى نوع تاني، لكن دي محدوده جدا اهي. علم على كلمه جدا، يبقى انت عندك هنا جدا، خليها لون تاني كده، كلمه فقط وكلمه جدا، الاثنين مهمين ما ينفعش تنساها. هي انا عندي 3 حروف ودي 3 حروف بس نينجا يغيروا لك معنى السؤال. مثل المفاصل بين فقرات العمود الفقري، لسه قايلين من شويه كان عندنا فقره وفقره ما بينها حاجه اسمها قرص غضروفي، يبقى ده نوع المفصل غضروفي. قال لك بين الضلوع والقص، مش احنا قلنا الغضاريف بتربط الضلوع بعظمه القص، يبقى المفصل اللي بين الضلوع وعظمه القص نوعه برضه غضروفي. والارتفاق العاني، سمعناها فين الكلمه دي يا دكتور؟ هقول لك المحاضره اللي فاتت او الحصه اللي فاتت قلنا ان احنا عندنا عظمتين الحوض، عظمه يمين وعظمه شمال، بيلتقوا من الامام بشكل مباشر، بشكل مباشر من الامام في حته اسمها الارتفاق العاني، ومن الخلف بشكل غير مباشر عشان كانوا بيمسكوا في عظمه الايه؟ في العظام العجزيه. يبقى يا باشا قال لك برضو الايه اللي هي الارتفاق العاني، ادي عظمه الحوض وادي عظمه الحوض الثانيه بيتصلوا مع بعض في اتصال امامي كده، الارتفاق العاني دي برضو غضروفي. يبقى انا كده خلصت اول حاجه اللام الليفيه والغين الغضروفيه. بعد كده عندنا النوع الثالث من المفاصل وهو المفاصل الزلاليه. والمفاصل الزلاليه يا اولاد نعرف عنها معلومه مهمه، انها تشكل معظم مفاصل الجسم. فوق في اللي فيها كنا بنقول اقل الانواع انتشارا، دي تشكل معظم مفاصل الجسم. اكتر المفاصل اول ما تعدي على مفصل ايه ده انا زلالي، إيه انا زلالي برضه، طب وانت برضه زلالي، يبقى هي بتشكل معظم مفاصل الجسم، او نقدر نقول ان هي اكثر الانواع انتشارا. يبقى اول حاجه تشكل معظم مفاصل الجسم، تسمح بسهوله الحركه. يعني ايه يا اولاد تسمح بسهوله الحركه؟ قال لك يعني بتخلي الحركه سهله ما بين العظام وبعضها. اللي فيها كنت بقول لك لا تسمح بالحركه او معظمها لا يسمح بالحركه، المعظم. الثانيه كنت بقول لك اللي هي الغضروفيه تسمح بحركه محدوده جدا، لكن ديت يا اولاد تسمح بسهوله الحركه. وفي صفه كمان، هي الصفه ديت المفروض كانت تبقى تحت شويه هنا كده، مرنه تتحمل الصدمات. يبقى هي يا اولاد ليها 3 خصائص مهمين جدا. اول حاجه ان هي اكتر نوع منتشر، لو جبت 100 مفصل مثلا تشوف انواعها ايه، ممكن تلاقي منها 85 مفصل منهم زلالي. يبقى يا اولاد العدد بتاعها كبير جدا. تسمح بسهوله الحركه ومرنه تتحمل الصدمات. ليه تسمح بسهوله الحركه؟ قال لك تعالى نشوف التركيب بتاع المفصل الزلالي وانت تفهم. ادي يا باشا المفصل الزلالي اهو، ادي عندنا اللي فوق ديت عظمه واللي تحت دي برضو عظم. قال لك مغطيه هنا طبقه غضروفيه وهنا طبقه غضروفيه، يبقى اسطح التمفصل يا اولاد متغطيه بطبقه غضروفيه. شوف بقى اللاعب ناس مش مركز يقول ايوه يبقى المفصل ده غضروفي، اقول لك افتكر غضروفي وبس ولا غضروفي وحاجه ثانيه؟ هتقول لي استنى معلش، هنلاقي يا اولاد ان هي مش غضروفي وبس، ده انا هلاقي نوع حاجه اسمها السائل الزلالي، السائل المصلي او السائل الزلالي. يبقى انا عندي طبقه غضاريف وطبقه غضاريف وبينهم حاجه زيت متزيته. عارف انت لما يكون في مفصل محنش ولا حاجه او مفصله محنشه تروح تجيب لها شويه زيت كده، الزيت ده ولاد بيعمل ايه؟ قال لك الزيت ده بيعمل على سهوله الحركه. يبقى انت بتسمح بسهوله الحركه ليه؟ لانه يغطي سطح العظام المتلامسه في هذه المفاصل طبقه من ماده غضروفيه ملساء، حاجه ناعمه. قلنا الغضاريف لما بتغطي اطراف العظام بتسمح بسهوله الحركه، مما يسمح بحركه العظام بسهوله وباقل احتكاك. دي احنا عارفينها لان دي وظيفه الغضروف اصلا. قال لك كمان تحتوي على سائل مصلي او زلالي، اللي هو يا اولاد افتكرها كده بالزيت. وظيفته ايه؟ يسهل انزلاق الغضاريف، بيساعد. تخيل انت عندك حاجه محنشه حطيت لها زيت، هتلاقي ايه؟ بقت تتحرك اسهل. ويمتص الصدمات. يعني هو يا ولاد لو حد لا قدر الله حصل له خبطه في المفصل بتاعه، فالسائل ده او الميه دي يا ولاد اللي هو السائل اللي جوه المفصل بيمتص قوه الصدمه، فده بيعمل على حمايه المفصل. وانا بقول لك ماذا لو ايه؟ ماذا لو فقد المفصل السائل المصلي او الزلالي؟ فقدنا يا باشا السائل اللي جوه ده ما بقاش موجود. الغضاريف هتبدا تحتك ببعضها، ودي يا اولاد مفاصل بتكون كبيره نسبيا. الغضاريف هتبدا تحتك ببعضها بمرور الوقت. الغضاريف هتتآكل بسبب ان الحركه كبيره. احنا هنعرف دلوقتي ان المفاصل دي مفاصل بتتحرك حركه واسعه جدا، فانت بسبب قوه الحركه الغضاريف نفسها تتآكل. بعد الغضاريف لما تتآكل هيبدا العظام يحتك ببعضه ويتآكل ويحصل حاجه اسمها خشونه المفصل. يبقى خشونه المفصل بتحصل بسبب فقدان السائل المصلي او الزلالي. بيقول لك ان المفاصل الزلاليه دي في منها نوعين 2، نوع محدود الحركه، نوع واسع الحركه. وخلي بالك انا قلت محدود الحركه ما قلتش جدا،
لان جدا دي بتاعه المفاصل الغضروفيه. المفاصل الغضروفيه فيها كلمتين مهمين: غضاريف فقط ومحدوده الحركه جدا. طالما هنا ما قلتش جدا يبقى انا بتكلم على مفصل زلالي. قال لك في مفاصل محدوده الحركه وهي مفاصل تسمح بحركه احدى العظام في اتجاه واحد فقط. يعني المفصل اهو العظمه تتحرك في اتجاه واحد بس اهو كده، اتجاه واحد بس، ده يقول لك محدوده الحركه. زي ايه؟ الكوع للامام والركبه للخلف. تعالى يا باشا حرك لي الكوع بتاعك اللي هو ده مفصل الكوع. هتقول لي هو مفرود اهو، بتنيه للامام وافرده، بتنيه للامام وبفرده. حركوا لي يمين، محدش يجي يعمل لي كده. انت كده حركت الكتف يا باشا، انا عايز ده اللي يتحرك، ثبت الكتف وحرك لي. ما فيهوش حركه يمين ولا حركه ايه شمال، ما بيجيش، هو بس للامام وبيتفرد. طب الركبه اهي، تتني الركبه لورا، خلاص ادي مفصل الركبه بتاعك انت بتتنيه كده لورا. طبعا الكام مش جايبه رجل من تحت، يبقى مفصل الركبه للخلف ومفصل الكوع للامام. مفاصل السلميات وبعضها، مفاصل الصابع يا باشا اللي هم المفصل ده والمفصل ده. ما اتكلمش عن المفصل ده، ما بتكلمش على اللي تحت ده، اللي تحت ده لا، انا بتكلم على اللي في الصباع نفسه، مش ما بين الصباع وكف الايد او راحه الايد. انا بتكلم اهو المفصل ده بيتني لفوق كده والمفصل اللي تحته بيتني بس كده. يبقى مفاصل السلميات وبعضها محدوده الحركه. طب واسعه الحركه؟ مفاصل تسمح بحركه العظام في اتجاهات مختلفه زي الكتف والفخذ. حرك كتفك يا باشا، يمين شمال فوق تحت في الجنب، اي حاجه هتلاقيه شغال، يبقى ده مفصل واسع الحركه. زيه الفخذ. ومحدش يقول لي يا دكتور انا ما بعرفش احرك الفخذ بتاعي في جميع الاتجاهات. ده مش علشان المفصل ما بيسمحش بكده، علشان انت ما عندكش مرونه. روح شوف حد من اللي بيلعب جمباز هتلاقيه بيجيب رجله دي فوق قفاه مفصل الفخذ عامل كده. فانت ما بتحكمش على نفسك لان انت عندك المرونه قليله ولانك ما بتتحركش او ما بتلعبش رياضه. فمفصل الكتف ده اكثر المفاصل مرونه، ومفصل الفخذ. مفصل الفك اهو يا اولاد، ده اللي احنا قلنا هو المفصل الوحيد المتحرك في الجمجمه. كنا بنقول العظام المتحركه في الجمجمه هي مفصل اللي هو الفك العلوي والسلميات في الاذن. حرك لي يا باشا الفك بتاعك لتحت فوق يمين شمال كده حركه دائريه. يبقى مفصل الفك العلوي، عذرا يا اولاد السفلي، الفك اللي تحت ده الحته اللي تحت، يبقى مفصل الفك السفلي. مفصل عظام راحه اليد مع السلميات. من شويه كنت بقول لك عظم السلميات اللي هو فوق ده بيتحرك اتجاه واحد بس. لكن لما تيجي تقول لي اللي ما بين الصباع وراحه الايد اللي هو المفصل اللي تحت ده، المفصل اللي تحت اللي في اخر الصباع ده اللي هي العظمه البارزه دي، هتقول لي حركها يمين شمال كده 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 كده، لفها لي دائريه، يبقى ده يا اولاد مفصل واسع الحركه. يبقى بين السلميات وبعضها محدود الحركه. مفصل راحه اليد مع السلميات يبقى ده واسع الحركه. يبقى لازم تعرف المفاصل واسعه الحركه، وان ده الفك السفلي وعندك بعض السلميات وبعضها. وما حدش يقول لي طب ما انا بحرك الفك كله يبقى الفك العلوي كمان. لا، الموضوع يا اولاد اشبه بكده. ده الفك العلوي والفك السفلي اهو، ده الفك العلوي والفك السفلي هو اللي بيتحرك كده. يبقى انت اللي عندك بيتحرك الفك السفلي. الفك العلوي ده يا اولاد لازق في الجمجمه، حته من الجمجمه فهي ثابته، والجزء اللي تحت هو اللي بيتحرك. خلاص، يبقى دي كده يا اولاد المفاصل. تعال نشوف بقى كم معلومه كده على المفاصل. بيقول لك اول حاجه عظمه لا تجويف. يعني ايه تجويف يا اولاد؟ يعني ليها حفره. تجويف ده يعني حفره تشارك في تركيب مفصل محدود الحركه. انا واحد مش حافظ الاجابه وجالي سؤال زي ده وعايز افكر. انا قلت لك ان احنا بنعتمد على اعمال او تشغيل العقل. محدود الحركه كنا بنقول ليه ان احنا عندنا مفصل الكوع للامام، الركبه للخلف، والسلميات وبعضها. احنا ما درسناش حاجه في السلميات، احنا قلنا العدد بتاعها وشكرا. يبقى اكيد مش السلميات. يبقى عندي الكوع وعندي الركبه. هاجي في مفصل الركبه هقول لك ان احنا كان عندنا مفصل الركبه ده يتكون من عظمه الفخذ لها نتوءان سفليان، جزئين بارزين بيمسكوا مع القصبه. لا جبنا سيره تجويف ولا جبنا سيره اي حاجه، وقلنا اصلا الطرف السفلي من غير عظام الحوض صفر تجاويف، مفيش عظمه فيها تجاويف. امال اللي كان فيها تجويف ايه؟ هتقول لي عظمه الزند. كنا بنقول ان عظمه العضد ليها راس علويه بتمسك في التجويف الاروع عشان تعمل لي مفصل الكتف، وليها بروز سفلي بيستقر في
التجويف ليها بروز سفلي بيستقر في التجويف بتاع عظمه الزند عشان تعمل مفصل الكوع. يبقى المفصل الكوع، لو سالك المفصل هو الكوع. العظمه اسمها ايه؟ عظمه الزند. طب عظمه لها تجويف تشارك في تركيب مفصل واسع الحركه. عظمه يا ولاد ليها تجويف وبتعمل مفصل واسع الحركه. عندي الفك، مفصل الفك، وقلنا السلميات مع راحه اليد، الاثنين دول ما اتكلمناش عليهم في تفاصيل. اتفضل عندي الكتف والفخذ. هتلاقي عندك في مفصل الكتف عظمه لوح الكتف فيها تجويف اللي هو التجويف الاروح، وعظمه الحوض برضه صح وبتعمل مفصل الفخذ والتجويف اسمه الحقي. يبقى دي تنفع ودي تنفع. خلاص، يبقى عظمه لها تجويف، مفصل محدود الحركه يبقى الزند، مفصل واسع الحركه يا اما تقول له اللي هي لوح الكتف يا اما تقول له الحوض، وتحدد لوح الكتف تعمل مفصل الكتف والحوض تعمل مفصل الفخذ. ماذا لو نقص السائل الزلالي او تاكلت الغضاريف بين المفاصل؟ قلنا لو السائل الزلالي ده نقص العظام هتحتك ببعضها بيعمل حاجه اسمها خشونه المفاصل. الاسباب نقص السائل الزلالي، السائل ما بقاش موجود، او تاكل الغضاريف بين العظام. يبقى انا لو عندي اللي هو مفصل غضروفي مكون من غضاريف بس، فالغضاريف دي برضه هتتاكل. الاعراض اللي عنده خشونه يا ولاد، تسمع حد يقول لك ده انا عندي خشونه في الركبه، ايه الاعراض بتاعته؟ الم في المفصل، المفصل بتاعه بيوجعه مع الحركه. قال لك صعوبه في الحركه، يقول لك انا مش قادر امشي، ده انا رجلي موتاني، ده انا عندي خشونه في الركبه بتاعتي. رسم بيانه مهم جدا لازم ان احنا نفهمه. لو جاب لك يا باشا الرسمه الجميله ديت وقال لك هنا عندنا المدى الحركي، يعني الحاجه دي بتتحرك قد ايه وده نوع المفصل، يعني دي انواع مختلفه من المفاصل يا ولاد، ودي بتتحرك قد ايه وقال لك قسمهم لي. اقل حاجه خالص، اقل حاجه اللي فيه، لان احنا قلنا اصلا معظمها لا يسمح بالحركه. واكتر حاجه خالص اللي هي الزلاليه واسعه الحركه، واسعه الحركه دي اللي بتسمح بحركه في كل اتجاه. اتفضل عندي 2 اللي هي يا ولاد محدوده، نمسح كده، اللي هي يا ولاد محدوده ومحدوده جدا. المحدوده كنا بنقول دي نوعها زلاليه محدوده الحركه. المحدوده جدا قلنا جدا وفقط بتوع الغضروفيه. وعندك اختيارين 2، ادي ده وادي ده. يبقى مين فيهم يا ولاد المحدود ومين المحدود جدا؟ القليل ده هو المحدود جدا وده اللي هو المحدود بس. يبقى دي زلاليه محدوده الحركه وديت محدوده جدا اللي هي الغضروفيه. خلاص، يبقى لو جاب لك الصوره دي وقال لك ده نوع المفصل وده المدى اللي هو بيتحركه، اكتر حاجه وسعه الحركه اللي هو الكتف والفخذ، اقل حاجه الليفيه، وهيبقى عندك 2 محدود ومحدود جدا. المحدود هيبقى اللي هو الكبير شويه والمحدود جدا هيبقى الاقل شويه. خلاص، ده رسم بياني كان مهم نعرفه في المفاصل. بعد كده عندي اخر تركيب في الجهاز الهيكلي الاربطه والاوتار. عندنا يا ولاد الاربطه والاوتار كنا بنقول اربطه واوتار والغضاريف والعظام الاربعه نسيج ضام هيكلي، فاحنا هناخدهم الاثنين يا ولاد كمقارنه مع بعض علشان نسهل الفهم والتجميع بتاعهم. انا عايزك تكتب لي فوق الاربطه ده اهي استك وده اهي شعره بتاع الجسم الانسان. واقول لك ليه دلوقتي. تعالى اول حاجه في نوع النسيج ناخدهم مقارنه كده. دي عندنا الاربطه اسمها ليجامنت ودي الاوتار. قال لك الاربطه هي حزم منفصله من النسيج الضام بس نوعه الليفي. يبقى دي نسيج ضام وبيكون حزم منفصله. يعني ايه يا ولاد؟ يعني انت لو جبت الرباط ده هتلاقيه عامل كده شويه حزم متجمعه مع بعضها عامله لك الرباط، لكن ده كله اقول لك عليه ان هو نسيج ضام. يبقى دول الاثنين نسيج ضام وقوي وخلاص، يبقى هو قوي. الوظيفه او وظيفه الرباط يا ولاد بربط عظمتين ببعض. الرباط بربط عظمتين ببعض، مش محتاجه حاجه، بربط عظمتين ببعض. يبقى الوظيفه يا باشا تثبيت عظام المفصل ببعضها، يبقى هي بتربط عظمه بعظمه. طيب تاني حاجه تحديد المدى الحركي. يعني ايه تحديد المدى الحركي؟ هو يا ولاد اللي يخلي المفصل بتاعك ده ما يعديش اكتر من كده حاجتين 2، شكل العظمه والاربطه اللي ماسكه المفصل. يعني شكل العظمه يا ولاد اللي هي عامله كده فيها جزء بارز كده، فدي هتيجي تتحرك خلاص هي دي ماسكاها. تاني حاجه ان الرباط اللي ماسك العظمه بالعظمه دي بيشده، يعني تعالى اعمل كده اهو. ايه اللي يخلي كتفك ده ما يرجعش اكتر من كده؟ في يا ولاد رباط هنا كانك جايب حبل وحاطه كده اهو، تعمل الحبل ايه يتني معاك، تفرد الحبل يتشد يروح جاي موقف لك المفصل بتاعك. فكده حدد المدى الحركي
معنى المدى الحركي يا اولاد اللي هو المفصل بيتحرك قد ايه، فادي المدى الحركي. تثبيت بعض اجزاء الجسم كرحم الانثى. الاناث يا اولاد عندهم في الجهاز التناسلي بتاعهم في حاجه اسمها الرحم، اللي هو الجنين بيتحط جواه لحد ما يكبر وقت الولاده باذن الله. الرحم ده يا اولاد عباره عن عضو عضلي في نص الجسم كده، في نص البطن. ايه اللي مثبته مكانه؟ مجموعه من الاربطه، متربط بحاجه اسمها الاربطه. يبقى وظيفه ثانيه ليه تثبيت بعض اجزاء الجسم كرحم الانثى. الاوتار، ربط العضلات بالعظام عند المفاصل. يبقى انت عندك هنا عظام عظمه بعظمه، لكن الاوتار عضله بعظمه. قال لك ده بيسمح بالحركه عند انقباض وانبساط العضلات. يعني ايه؟ انا عايز احرك المفصل بتاع الكوع بتاعي. مفصل الكوع ده يا اولاد عباره عن انقباض لمجموعه من العضلات، اللي هي عضله البايسبس دي. انا بدي امر للعضله اقول لها انا عايز احرك المفصل، فالعضله تنقبض. لما تنقبض ايه اللي رفع الحته اللي تحت؟ العضله فوق هي يا اولاد انقبضت خلاص. ايه اللي بيخلي دي ترتفع معاها؟ عشان في حاجه ماسكه للعظمه اللي تحت كده بالعضله اهي. القلم ده هو الوتر ماسك للعضله بالعظمه اللي تحت دي. فانا لو شديت العضله يروح جاي الوتر او الحبل مشدود يقوم رافع معايا الايه؟ العظمه بتاعتي. يبقى انا كده بعمل نقل للحركه. العضله اتحركت راح جاي الوتر واخد الحركه حاططها لي في العظمه بتاعتي فاتحركت معايا. يبقى بيربط العضلات بالعظام عند المفاصل ويسمح بنقل الايه؟ الحركه. يبقى ده بالنسبه للوظيفه. يبقى اهم حاجه ده عظمه بعظمه، لكن ده عظمه بعضله. تعال نشوف الخصائص بتاعت كل واحد فيهم. الخصائص بتاعت ده هي متينه ولكن اقل متانه. الرباط قوي يا اولاد، الرباط قوي يعني ربطة الجسم قويه ولكن اقل متانه من الاوتار. يبقى هي بشكل عام قويه، لكن لما نقارنها بالوتر هنلاقيها اقل متانه، لكن دي يا باشا اكثر متانه. الخصائص دي وجود درجه من المرونه يسمح بزياده طولها اهي قليلا. وعلم لي على قليلا وهقول لك ليه. يبقى يا باشا الرباط انا قلت لك شبهه بالاستيك، لو شديته هيمط معاك شويه. لكن ده الوتر قلت لك شبهه لي بالشعره. هات الشعره بتاعت الانسان هي قويه بس حاول تشد فيها مش هتيجي معاك، زود هتروح جايه مقطوعه. يبقى ده هياخد ويدي معاك شويه لان في درجه مرونه. ده يا باشا غير مرنه، يبقى الاوتار غير مرنه، لكن دي فيها درجه مرونه تسمح بزياده طولها قليلا عند تعرضها للضغط اللي هو الشد يعني. تعال نشوف المثال ده والمثال ده. قال لك ده يا باشا المثال عليه الاربطه في مفصل الركبه. عارف انت الرباط الصليبي؟ يقول لك ده حصل تمزق عنده اللاعب الفلاني وهو بيلعب اتخبط في ركبته دخل عمليه رباط صليبي. ايه الرباط الصليبي؟ اللي هو يا اولاد اربطه الركبه 4 اربطه. حاجه اسمها الرباط الصليبي، دول بيكونوا موجودين في النص كده عاملين زي اكس، واحد قدام فبيسموه امامي، واحد خلفي فبيسموه الخلف، واحد وسطي، واحد ايه يا اولاد؟ واحد جانبي. الوسطي اللي هو ده اللي ناحيه عظمه القصبه. ما انت لو نزلنا تحت شويه كده دي يا اولاد العظمه الكبيره دي القصبه، ودي ايه؟ الشظيه. فانت عندك لو وقفت كده رجليك اهم تحت اهم، القصبه ناحيه جوه، فالمفصل اللي هو عذرا الرباط اللي ماسكها هيبقى اسمه الوسطي ناحيه الوسط، واللي ناحيه بره من رجليك ده اللي هو الجانبي. يبقى انت عندك رباط وسطي ورباط جانبي. تعال شوف لي كل واحد ماسك ايه بايه. الاثنين يا اولاد الصليبي الامامي والخلفي ماسك لي عظمه الفخذ بالقصبه، تمام. بعد كده عندي ده هو الوسطي اللي هو ناحيه القصبه ماسك لي القصبه بالفخذ، تقول لي تمام. هتيجي لده اهو هتلاقيه ماسك القصبه اللي هو الجانب ماسك القصبه بالشظيه. يبقى انت عندك 3 اربطه ماسكين الفخذ عظمه الفخذ بالقصبه، ومفصل واحد اللي ماسك لي الفخذ بالشظيه. يبقى هم 4 متقسمين 3 ماسكين الفخذ بالقصبه وواحد بس ماسكها بالشظيه، عشان تبقى عارف اللي هي اربطه الركبه متوزعه ازاي. مثال على الوتر اللي هو وتر اخيل. الوتر يا ولاد اللي بيكون ماسك كعب الرجل بحاجه اسمها العضله التوأميه السمانه. عضله السمانه دي يا ولاد اسمها العضله التوأميه لان لها راسين 2 بالمنظر ده كده. التوأميه يبقوا عضلتين، ادي عضله وادي عضله مع بعض كده. بقول لك ان الوتر ده يا ولاد وظيفته قلنا بينقل الحركه. يبقى لما ده تتحرك العضله دي تتحرك، اللي يتحرك العظمه دي تتحرك معاه، لانه هياخد الحركه من العضله يوديها للعظمه. يبقى اهميته يصل العضله التوأميه اللي هي بطن الساق اللي هي السمانه. كلنا عارفين عضله السمانه بعظمه الكعب اهي، الكعبه اللي هي اكبر جزء فيه العظام بتاعه الايه يا اولاد؟ بتاع رسغ القدم. قلنا منها عظمه كبيره بتعمل لي الكعب، مما يساعد على حركه كعب القدم. هنا يا اولاد عندي الرجل اهي وفي حاجه شايلها من هنا.
لما انا احرك العضله دي فتشد لي الكعب، ايه اللي هيحصل؟ الكعب هيطلع لفوق وبطن الرجل هيدلدل لتحت. يبقى عند انقباض العضله التوأميه ايه اللي هيحصل؟ لو افترضنا هي يا اولاد دي العضله التوأميه وده الكعب بتاع رجلي، دي كلها الرجل اهي. اول ما اشد دي لفوق ده هيطلع لفوق. بص بص، اول ما اطلع ده لفوق دي بترمي فين؟ بطن الرجل من قدام بيرمي فين؟ بيرمي لتحت. يبقى عند انقباض العضله التوأميه يرتفع اللي هو كعب القدم لاعلى وبطن القدم او راحه القدم لاسفل. خلاص، يبقى ده المثال هنا والمثال هنا. تعال نشوف بقى ايه رسمتين بيانيتين مهمين جدا. بيقول لك ده يا باشا ده طول النسيج وده الضغط الخارجي. دولت يا اولاد عندنا نسيجين اتنين مختلفين وبنحطهم على الضغط. يعني ايه ضغط خارجي؟ بنشدهم. فاحنا لقينا واحد عمال كل لما نعمل نشد فيه ولا هو احنا عمالين نشد ونزود الشد وهو انا ثابت على مبدئي. مثلا انا طولي متر فانا هفضل متر زي ما انا والنبي ما انا متزحزح. واحد تاني قال لك انا متر اهو انت بتشدني جامد، طب بص هبقى متر ونص اهو، زاد في الطول شويه. يبقى طول النسيج زاد مع الضغط الخارجي. مين فيهم يا اولاد اللي كان بيزيد ومين فيهم اللي كان ثابت ما بيزيدش؟ اللي بيزيد الرباط اللي هو الاستك زاد شويه، ده الاربطه دي الاوتار. طيب لو زودنا الضغط يا اولاد شويه، يعني لو جاب لك نفس الرسمه دي بس راح جاي جايب لك دي كده ودي كده وراح جاي ماشي كده وراح جاي عامل لك كده، ايه اللي حصل؟ الضغط زاد جدا لدرجه انه قطع الرباط. يبقى لو جاب لك الطول نزل اتقطع مره واحده كده، يبقى ده يا اولاد حصل قطع في الرباط نتيجه ضغط ايه او شد شديد جدا. ما هو ليه اخر، وانت لو مسكت الاستيك وشديته مش هيفضل يشد معاك الى ما لا نهايه، فتره وهيروح جاي مقطوع. هنا يا اولاد ديت الاربطه لكن ديت الاوتار. معدل الالتئام، مين فيهم يلتئم اسرع حاجه يا اولاد؟ دي الانسجه المختلفه. قال لك العضلات دي مليانه اوعيه دمويه فهي اكتر حاجه او اسرع حاجه تلتئم، بيبقى معدل الالتئام بتاعها سريع. تاني حاجه اللي لازقه في العضلات على طول اللي هي الاوتار، دي حاجه لازقه في العضلات فديت هي تلتئم. تاني حاجه. بعد كده عندنا الاربطه والغضاريف. الغضاريف دي يا اولاد اقل الحاجات التئاما او اقل حاجه بتلتئم، يبقى فاضل للاربطه دي. يبقى انا حليت يا اولاد ان العضلات اسرع حاجه اللي لازق فيها الاوتار، فاضل عندي اتنين الصغير فيهم الغضاريف. انا كده كده عارف ان الغضاريف دي معدل الالتئام بتاعها بطيء، يبقى هي اقل حاجه والاربطه دي. يبقى دولت رسمين بيانين مهمين جدا. بيحصل عندنا يا اولاد مشكله تمزق الاربطه وتمزق الاوتار. ممكن يحصل عندك حاجه اسمها تمزق الاربطه وحاجه اسمها تمزق الاوتار. ايه الفرق بين الاثنين؟ تمزق الاربطه ليه اسباب والوتر ليه اسباب، هم قريبين من بعض شويه. ده لو حصل التواء في المفصل، وانا يا اولاد عندي المفصل ده انا المفروض اخره كده، لو لويته جامد مره واحده ايه اللي هيحصل؟ هيروح جاي الرباط مقطوع او تعرض المفصل لضغط خارجي عنيف. ممكن يا اولاد نشبه الالتواء ده بالركبه. ادي الركبه يا اولاد ده مفصل الركبه، المفروض ان هو ما بيلفش كده، لو اللاعب راح جاي مخبوط في رجله من تحت راح جاي رجليه عامله كده التوت، يبقى ده التواء في المفصل. طب تعرض المفصل لضغط خارجي عنيف يبقى زي ده بقى، لو انت مسكت واحد وقمت شديد له كتفه مره لورا مره واحده يبقى ده تعرض لضغط خارجي عنيف. فقد الرباط مرونته. المفروض يا اولاد الرباط ده قلنا في درجه من المرونه تسمح بتمدده قليلا عند التعرض للضغط. لو فقد المرونه دي ما بقاش مرن فهتيجي تشد ويروح جاي مقطوع منك، يبقى ده السبب الثالث. طب تمزق الوتر بذل مجهود عنيف. يبقى انت يا اولاد لو واحد بيجري كتير قوي السمانه بتاعته هتبدا تتشد، فممكن لما تتشد يا اولاد تروح جاي شده الوتر ده وقطعه بسبب المجهود العنيف. تقلص العضله التوأميه فجأة اللي هي نفس المعنى برضو، لو حصل شد في العضله التوأميه حصل فيها شد عضله يا اولاد، ادي العضله مفروده اهي فجأة راح جايه عامله كده شدت. طب ما هي بتشد دي بتشد مين؟ بتشد في الوتر اللي ماسكها، يبقى هتشد الوتر مره واحده فبرضه هيبدا ان هو ينقطع. انعدام المرونه في العضله التوأميه برضه نفس الفكره، العضله المفروض ان هي بتروح وتيجي، راحت وما جاتش فقدت المرونه بتاعتها، انقبضت راح جايه شد على الوتر برضه قطعها. يبقى لو احنا عملنا مجهود عنيف لو العضله تقلصت فجاه، لو العضله ما بقتش تروح وتيجي معايا. ايه الاعراض يا اولاد؟ الم حاد وتورم، عندك قطع في الجسم، وجع شديد جدا، ورم، لك ده الحته دي التوت مني فهتتورم. انعدام الثبات في المفصل. هو انا يا اولاد مين اللي كان مثبت لي المفصل؟ مش انا كنت بقول لك ان الاربطه بتربط العظام ببعضها عند المفاصل؟ يبقى انا لما اشيل الحاجه اللي ربط العظمتين ببعض العظمتين هيبداوا يلخلخوا من بعض، فانعدام الثبات وزياده المدى الحركي. تخيل معايا انا لما كنت اجي ارجع ده لورا كده
فكنت بلاقي حبل يشدني يقول لي ما ترجعش. طيب لا انا شلت ده خالص، فهيحصل ايه؟ قال لك اللي هيحصل ان انا هلاقي ده بيرجع لورا عادي جدا، فما فيش اي مشكله فيه. يبقى انت عندك انعدام الثبات في المفصل وزياده المدى الحركي. طيب قال لك ده برضه الام حاده وتورم. طالما يا ولاد في اصابه يبقى في وجع وفي ورم، يبقى هنا الام حاده وتورم، هنا الام حاده وتورم. عدم القدره على المشي. هو انت يا ولاد بتدوس، ايه اللي بيحركك؟ ايه اللي بيحرك الدنيا عموما؟ ان انت عندك الوتر بيحرك العظم. طب الوتر ده انا بقول لك اتقطع، حصل في تمزق، العضله هتنقبض؟ العظمه ولا هي هنا، يا عظمه تعالي معايا، انت فين الحاجه اللي كانت بتشدني؟ ما خلاص اتقطعت. يبقى عدم القدره على المشي. ثقل في القدم. يعني ايه ثقل في القدم؟ يا ولاد ده كف الرجل بيتشال من ورا بالوتر، فانت لما بتيجي ترفع رجليك الوتر بيشيل رجلك معاك. الوتر ده اتقطع فالرجل بقت عامله كده، تيجي انت تمشي ترفع العضله بتاعتك علشان تحرك الرجل مرميه على الارض، فتحس ان انت بتجر رجليك ما بتتشالش معاك، يبقى حصل عندك ثقل في القدم. قال لك ايه؟ تقلص العضله بشكل مفاجئ. يبقى انت عندك يا ولاد تقلص العضله التوأميه فجاه ممكن يقطع لك الوتر، ولو الوتر اتقطع ممكن يعمل لك تقلص في العضله بشكل مفاجئ. يعني ايه؟ انا يا ولاد العضله بتاعتي بتشد كده اهي، بتشد كده وفي حاجه ماسكاها من هنا، يبقى العضله بتشد كده والوتر بيشد كده. تخيل انا قمت قاطع ده، راح جايه العضله ايه؟ متقلصه بشكل مفاجئ. يبقى الحاجه اللي كانت شاده العضله فرداها، العضله يا ولاد مفروده اهي مشدوده باوتار، اول ما الاوتار تتقطع تروح جايه العضله ايه؟ منكمشه على نفسها. يبقى من الاعراض برضو تقلص العضله التوأميه بشكل مفاجئ. يبقى انعدام المرونه ممكن يقطع الوتر، تقلص العضله بشكل مفاجئ ممكن يقطع الوتر، ولو الوتر اتقطع العضله نفسها تتقلص بشكل مفاجئ. طيب ايه العلاج بتاع اللي هو لو الرباط اتقطع ولو الوتر اتقطع؟ عندنا يا اولاد في العلاج الاثنين حصل فيهم الم وحصل فيهم تورم، فاحنا هنستخدم استخدام مضادات الالتهاب. نرجع كده تاني، الشاشه ايه؟ اتحركت. نجيب القلم بتاعنا. استخدام مضادات الالتهاب والمسكنات. عندي تورم فاعمل مضاد التهاب ومسكنات، هنا برضو عندي تورم بيبقى مضادات الالتهاب والمسكنات. هنا لازم يكون في راحه تامه وهنا في راحه تامه. هنا لو حصل قطع جزئي في الرباط هحتاج جبيره طبيه ان انا ممكن اريحه، او ممكن ان انا اعمل عليه جبيره طبيه اجبس يعني المفصل اللي حصل فيه قطع. وهنا القطع الكلي هيحتاج تدخل جراحي، وكذلك برضو هنا التدخل الجزئي او القطع الجزئي في الوتر يحتاج جبيره طبيه، والقطع الكلي يحتاج تدخل جراحي. ولكن يا اولاد الرباط يعني بيبقى ايه؟ لو التوى شويه بيبقى صعب ان هو ينقطع، صعب ان هو يحتاج التدخل الجراحي، لان زي ما احنا قلنا الاربطه بيبقى فيها درجه من المرونه. لكن الاثنين مضادات التهاب علشان الورم اللي حصل، هندي مسكنات علشان الالم. الاثنين لازم راحه تامه طبعا، ما ينفعش حاجه فيها اصابه وتتحمل عليها. ده لو قطع جزء جبيره، ده لو قطع كله هيحتاج تدخل جراحي. تعالوا ناخد بقى كام معلومه سريعه كده، بس نجيب المعلومات كلها مع بعضها. بيقول لك اول حاجه تتصل عظمه الفخذ بعظمه القصبه بثلاث اربطه. يبقى تتصل عظمه الفخذ بالقصبه قلنا بثلاث اربطه، امامي وخلفي ووسطي. وقلت لك افتكر اللي ناحيه الوسط هو اللي ناحيه القصبه، عشان القصبه كنا بنقول انت واقف كده رجليك كده يبقى القصبه ناحيه الداخل، اللي هو ناحيه الوسط يعني الداخل. بينما تتصل عظمه الفخذ بالشظيه برباط واحد وهو الرباط الجانبي، ديت قلناها. لا توجد اربطه في الجمجمه مع انها مفاصل، بس مفاصل ليفيه، يبقى ما فيش اربطه يا ولاد في المفاصل بتاع الجمجمه. الاربطه الاكثر اصابه، ايه الاربطه اللي ممكن تتصاب يا ولاد في الجسم؟ قال لك لو لاعب جولف او بيسبول هيكون اربطه الكتف. الجولف والبيسبول يا ولاد معتمدين ان هم بيكونوا ماسكين حاجه وبيخبطوا كده، اما بيخبطوا كره على الارض اما بيخبطوا كره طايره، ففي كل مره كده بيشد على ده اهو. يبقى اكثر الاربطه اصابه في لاعبي الجولف والبيسبول هو الكتف. لاعب كره القدم طبعا مش محتاجه كلام، الركبه كل يومين شايلين واحد وجاريين بيه هنعمل له صليب. تركيب نسيج، تركيب او نسيج، خلاص يبقى تركيب او نسيج ينقل الحركه بين جهازين او نسيجين مختلفين. حاجه يا ولاد بتنقل الحركه بين نسيجين مختلفين، هتقول لي كان عندي في اللي بينقل الحركه، كلمه ينقل الحركه هي وتر، بس انا ما خدتش بالي من ينقل الحركه. فمعنى يا ولاد انه بينقل الحركه بين نسيجين مختلفين يعني رابط لحاجتين مختلفين. ايه اللي بيربط حاجتين مختلفين؟ الوتر، بيربط عظام بعضلات. يبقى انت كلمه ينقل الحركه دي تعرفك ان هو وتر، بس انت ما خدتش بالك منه وشفت جهازين او نسيجين مختلفين. يا ولاد ما هو انت عندك الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي، خلاص يبقى انت عندك الوتر بيربط بين العضلات والعظام، يبقى عندك الجهاز العضلي الجهاز الهيكلي. تركيب او نسيج يربط بين نسيجين، انا قلت لك بص يربط بين نسيجين متشابهين، هيبقى الاربطه اللي هي بتربط بين العظام والعظام.
موضع يربط بين نسيجين متشابهين، اللي هو المفصل يربط بين عظام وعظام. يبقى ده قلت لك تركيب او نسيج، ده تركيب او نسيج. جيت هنا قلت لك ايه؟ موضع، لان احنا اتفقنا ان المفاصل يا اولاد ليست انسجه. ايه هو ترتيب الحركه؟ لو احنا هنعمل الحركه اللي احنا لسه قايلينها من شويه، ايه اللي هيحصل؟ هيجي الامر بالحركه العضله، فالعضله هتنقبض اول حاجه، يبقى اول حاجه انقباض العضله. بعد كده العضله لما تنقبض هتشد على الوتر، يبقى تاني حاجه الوتر. الوتر لما يشد هيشد العظمه معايا، فالعظمه هتتحرك. اخر حاجه الرباط، اللي هو لما يلاقي العظمه بتتحرك ويروح جاي موقف. يبقى انت عندك ترتيب الحركه: انقباض العضله، الوتر، وبعد كده العظام، وبعد كده الاربطه. قلنا هو عند انقباض العضله التوأميه، لما يحصل لها انقباض قلنا يتحرك الكعب لاعلى كده. طب لما الكعب ده يطلع لفوق، الرجل بتنزل ليه؟ القدم لاسفل، يعني بتلاقي رجلك عملت كده. اذا تمزق الوتر تتوقف الحركه في المفصل. قلنا ان انت عندك الرباط بيزيد المدى الحركي، لكن الوتر ادي يا باشا الايه؟ العضله، وادي العظمه، وادي الوتر بينهم. الوتر ده اتقطع، العضله تشد، خلاص ما فيش حاجه ربطها بالعظم، يبقى ما فيش حركه في النص. يبقى لو جاب لك مفصل وقال لك المفصل ده ما بيتحركش، يبقى غالبا حصل تمزق في الوتر. اذا حدث تمزق كامل في وتر اخيل. عندنا يا اولاد الوتر ده تمزق بشكل كامل، وقال لك ايه العلاج المناسب؟ فاداك المسكنات ومضادات الالتهاب، الراحه التامه، تدخل الجراحه. هتروح جاي انت جاري على تقول يا دكتور ده تمزق كامل لازم تدخل الجراحه. لك طب اقرا الاخير، هيقول لك كل ما سبق. يبقى يا اولاد طبيعي كل ما سبق. هو انت يا اولاد لما بتروح تعمل عمليه لا قدر الله، هل بتخلص العمليه وتروح وخلاص، ولا بيكتب لك على مضادات حيويه، وبيكتب لك على مسكنات ومضادات الالتهاب، وبيكتب لك على ملينات يبقى يا اولاد التدخل الجراحي ده جزء من العلاج، ولكن انت بتستخدم كل العلاج. خلاص؟ يبقى ان انت لما بيحصل تمزق في الوتر مش تروح تعمل عمليه وتروحه، في ورم يا باشا في المكان، فانت محتاج تديله مضادات التهاب. مكان العمليه نفسه هيوجعه، فانت برضه بتحتاج تديله مسكنات. طب لو قال لك افضل علاج، اختار بقى احسن حاجه اللي انت ما ينفعش تتخلى عنها. انا ممكن اخليه يستحمل الوجع ما اديلوش مسكنات، ممكن اسيب الورم يفك شويه مع نفسه، لكن افضل علاج التدخل الجراحي. يبقى العلاج كله، لو قال لك افضل علاج يبقى التدخل الجراحي. يبقى احنا كده يا اولاد خلصنا الجزء بتاع الايه؟ الجزء اللي هو الجهاز الهيكلي في الانسان. كنا بنقول بيتكون من 5 حاجات: العظم، العضلات، الاربطه، الاوتار، واخر حاجه اللي هي معانا المفاصل والغضاريف. يبقى كده خلصنا الجزء ده كده اللي هو الجهاز او الدعامه يا اولاد في الكائنات الحيه. خلص الدعامه في النبات والدعامه في الانسان. هنبدا مع بعض باذن الله جزء الحركه. خلاص؟ اي حد عنده سؤال في جزء الدعامه زي ما قلت لكم ان شاء الله هسيب لكم يعني طريقه للتواصل، يا اما لينك للتليجرام او لينك الواتس ولا حاجه، واي حد عنده اي سؤال يبعت يسالني وان شاء الله انا هرد عليك بنفسي. نخش بعد كده على جزء مهم جدا جدا يا اولاد ودرس جديد وهو الحركه. زي ما بدانا يا اولاد في الدعامه وقلنا ما هي الدعامه، فاحنا هنسال نقول ما هي الحركه. انا مش فاهم يعني ايه هي الحركه، يعني ايه حركه؟ هتقول لي انا مش عارف يا دكتور الحركه، بس انا متاكد ان انا بتحرك، متاكد ان انا شفت قطه برضه بتتحرك، وشفت ناموسه بتتحرك، وشفت مش عارف حيوان ايه على التلفزيون بيتحرك، وشفت مش عارف ايه بيتحرك. يبقى يا اولاد هي ظاهره اساسيه مميزه لجميع الكائنات الحيه. يبقى يا اولاد كل الكائنات الحيه بلا استثناء بتتحرك. يبقى الحركه هي ظاهره اساسيه مميزه لكل الكائنات الحيه. تنشأ ذاتيا، ليها خصائص يا اولاد. تتميز بايه؟ تتميز ب3 حاجات. اول حاجه ان هي تنشأ ذاتيا. يعني ايه تنشأ ذاتيا؟ لازم الشخص يقوم بها. انا يا اولاد اللي لازم اتحرك. هل لو انا مسكت القلم ده كده وعملته كده، هل كده القلم اتحرك؟ لا، انا نقلته لكن هو ما اتحركش، يبقى هو ما عملش الحركه بذاته. يبقى اول خاصيه للحركه ان هي تنشأ ذاتيا. تحتاج الى طاقه. اي حاجه في الدنيا عشان تنتقل عشان تتحرك محتاجه مجهود، المجهود يعني طاقه. يبقى انا اول حاجه يا ولاد تنشأ ذاتيا، تحتاج الى طاقه. تنشأ كاستجابه للتعرض لمؤثر. استفزني عشان اتحرك لك، اديني سبب للحركه من الاخر. واحد قاعد كده في امان الله يروح جاي لك ايه؟ اما اتحرك شويه. ايوه تتحرك رايح فين؟ انتوا قاعدين مع بعض وواحد فيكم قام، اول سؤال اساله رايح فين؟ قمت ليه؟ ايه اللي دفعك ان انت تقوم؟ يبقى لازم في مؤثر يتعرض ليه الشخص او الكائن الحي عشان يتحرك. والمؤثر ده بيحركه بالايجاب او بالسلب. يعني ايه؟
يعني حاجه تشدك او حاجه تزقك من الاخر. يا ولاد لو انت حاجه خليتك تقرب منها يبقى انت كده بتتحرك تجاه المؤثر بالايجاب، موجب، حاجه كويسه بتروح لها. لو خلاك تبعد عنه يبقى كده حركه بالسلب. طفل صغير مامته بتناديله فتحت له ايديها فالطفل جري عليها على حضن امه يبقى ده الحركه بالايجاب. واحد شاف حيوان مفترس، كلب، شاف اسد، شاف اي حاجه فطلع يجري، او صرصار اللي هو راعي بالنساء، فده اول ما تشوفه هتطلع تجري، فده حركه بالسلب. يبقى انت عندك الحركه اما بالايجاب او بالسلب. لو جينا هنا اهو هنلاقي ان انت تنقسم الحركه تبعا للاستجابه للمؤثر، حركه موجبه وحركه سالبه. الموجبه الحركه في نفس اتجاه المؤثر، ادي المؤثر بنتحرك ناحيته. الحركه السالبه بعيدا عن اتجاه المؤثر، ادي المؤثر الحركه بعيده عنه. طيب دي مقدمه سريعا للحركه، وعايزين نعرف بقى ما هي انواع الحركه في الكائنات الحيه. بص يا باشا، عندك انواع الحركه في الكائنات الحيه 3 انواع: حركه دائبه اللي هي حركه مستمره، وحركه موضعيه، وحركه كليه. تعال نقارن ما بينهم الثلاثه. ادي حركه دائبه، دي انواع الحركه في الكائنات الحيه. دائبه دؤوب يا اولاد يعني مستمر، العمل الدؤوب او العمل الدائب يعني العمل المستمر، فدائبه معناها مستمره شغاله على طول. والموضعيه والكليه، تعال نشوف خصائص دي وبعدين خصائص دي وبعدين خصائص دي. قال لك الحركه الدائبه تحدث داخل كل خليه من خلايا الكائن الحي، وانا معلم لك على كلمتين 2: كل والحي. يبقى كل الخلايا الحيه شغاله، اي خليه يا اولاد في اي كائن حي فيها شغل شغال باستمرار. فيبقى الحركه الدائبه اول حاجه تحدث داخل كل خليه في الكائن الحي بهدف ايه؟ استمرار الوظائف والانشطه الحيويه. يبقى الهدف بتاعها يا اولاد استمرار انشطته الحيويه. يبقى هي بتحدث داخل كل خليه من خلايا الكائن الحي. تحدث في اتجاه واحد فقط. يعني ايه يا اولاد؟ هنعرف مثال تحت دلوقتي ان الحركه يا اولاد بتحصل كده اهي في الاتجاه ده كده، او العكس كده، او اللي هي معذره الاتجاه المعاكس يا ولاد اهو، او العكس كده. يبقى هي يا اما شغاله كده يا اما شغاله كده. لكن مثلا تيجي تلاقي حركه كده وحركه كده، لا ما تنفعش. هي بتحدث في اتجاه واحد فقط. اذا توقفت الانشطه الحيويه تقف فتموت الخليه. يبقى انت عندك اول حاجه بتحصل في كل الخلايا الحيه تحدث في اتجاه واحد فقط، اذا توقفت تموت الخليه. تعتبر كل حركه دائبه مستمره، ولكن العكس غير صحيح. يعني ايه يا اولاد؟ هنعرفها لما ندخل على الموضوعيه. طيب يبقى انت عندك معلومه اهي خليها عشان هنرجع لها دلوقتي. تحدث في كل الخلايا الحيه حتى الكائنات وحيده الخليه. يعني في كائنات يا اولاد هنعرفها دلوقتي هي خليه واحده، خليه واحده، قال لك جوه الخليه دي بيحصل حركه. يبقى اي كائن حي حتى لو كان مكون من خليه برضه بيحصل جواها الحركه. لا تحدث في الخلايا الغير حيه، واديني الامثله: الخلايا الفلينيه خدناها في الدعامه في النبات غير حيه، والخشب، والاسكلرانشيميه. الاسكلرانشيميه ديت يا اولاد كانت خلايا حجريه والياف، الاثنين خلايا غير حيه. يبقى كل ده لا يحدث داخله حركه. عشان لو جالك سؤال في الامتحان لك الخلايا الفلينيه فيها حركه دائبه قول له غلط، الخشب في حركه دائبه قول له غلط، الاسكلرانشيميه في حركه دائبه قول له غلط. ليه؟ كل دي خلايا غير حيه، واحنا الشرط بتاعنا واضح ومعروف: كل خليه في الكائن الحي، فلازم ايه؟ الخليه تكون حيه. المثال الحركه السيتوبلازميه في نبات الايلوديا. عندنا يا اولاد داخل السيتوبلازم بتاع كل خليه في الدنيا في حركه شغاله باستمرار. ادي السيتوبلازم اهو في حركه كده اهو بيدور كده بالمنظر ده. قلنا ان هو بيدور في اتجاه واحد اهوت يا اولاد. بص اهو عامل لك سهم كده. يبقى ده يا اولاد اسمها حركه السيتوبلازم. الميه اللي جوه الخليه يا اولاد شغاله بتدور على طول. هو ده المثال. يبقى الحركه السيتوبلازميه وشافوها في نبات اسمه الايلوديا. جابوا نبات اسمه الايلوديا وجابوا الخلايا بتاعته وبصوا عليها تحت الميكروسكوب المجهر اللي بيكبر، فلقوا ان هي بتتحرك باستمرار بالمنظر ده كده، وهناخدها بالتفصيل كمان شويه. يبقى ديت يا اولاد خصائص الحركه الدائبه. طب تاني حركه الموضعيه. تحدث لجزء موضع، يعني جزء من الكائن الحي بهدف اداء حركته الميكانيكيه علشان يا اولاد يتحرك. يبقى انت عندك حركه الذراع دي حركه جزء، حركه الراس حركه جزء، حركه مش عارف الصوابع حركه جزء، لاداء حركته الميكانيكيه. انت عايز تمد ايدك تجيب حاجه دي حركه ميكانيكيه فهتحرك ذراعك. عايز مثلا تكتب على لوحه المفاتيح مثلا، او تحرك الموبايل تكتب على الموبايل، يبقى انت بتحرك جزء لاداء الوظائف الميكانيكيه. بعضها قد تكون مستمره
مثل حركة القلب في الإنسان. القلب ده يا ولاد جزء من الإنسان، طالما جزء يبقى موضعية، ولكن القلب ده شغال باستمرار. يبقى أنت عندك يا ولاد، كنا بنقول من شوية حاجة مهمة، إن كل حركة دائبة مستمرة، ولكن العكس غير صحيح. يعني إيه؟ اللي هي دي أهي، كل حركة دائبة مستمرة. يعني أنت هتيجي تقول لي حركة السيتوبلازم في الخلية س، هقول لك مستمرة. حركة مش السيتوبلازم في الخلية الفلانية س ص ع ل، أي حركة دائبة شغالة باستمرار. ولكن هاجي أقول لك على الحركة دي هي مستمرة، ولكن هل هي دائبة؟ لا، يبقى ديت موضعية. يبقى حركة القلب يا ولاد مستمرة ولكنها ليست دائبة. يبقى أي حاجة دائبة شغالة باستمرار، لكن ممكن تكون حاجة شغالة باستمرار ومش دائبة، بدليل إن إحنا حاطينها مع الموضعية. يبقى كل دائبة مستمرة شغالة على طول، ولكن ممكن تكون حاجة مستمرة بس نوعها مش دائب. نوصل بالدائبة يا ولاد اللي هي الحركة داخل الخلية. قال لك كل حركة أجزاء النبات هي حركة موضعية. منطقي يا ولاد، النبات عمره ما هيقوم يجري قدامك، هو بيحرك جزء، يحرك ورقة، يحرك الساق، الجذر يمتد، مش عارف ايه. فكل حركة النبات هي حركة موضعية. مثل حركة القلب، قلنا حركة القلب موضعية مستمرة. أطراف الجسم ايديك ورجليك. الحركة الدودية بالأمعاء ديت يا ولاد اللي بتحرك لك الأكل، يبقى اسمها البريستاليسيس أو الحركة الدودية. وحركة أجزاء النبات، قلنا النبات عمره هيقوم يجري قدام، فكل اللي هو بيحركه أجزاء منه تبقى برضه حركة موضعية. ثالث نوع معانا اللي هي الكلية، حركة كل الكائن الحي، ينتقل من مكان لآخر، فسميناها حركة انتقالية. أنا موجود هنا أهو، اتحركت كل كده، يبقى أنا انتقلت، غيرت مكاني، فدي بيسموها يا ولاد الحركة الكلية. هاجي بعد شوية وفي الآخر يعني في الملاحظات هقول لك إن الحركة الموضعية أدت إلى كلية، أو الحركة الموضعية تسبب حركة كلية. إزاي؟ أنا حركت رجلي، دي موضعية، حركة الرجل موضعية، ومتحرك رجلي وطالع لقدام، يبقى انا عملت حركه موضعيه لكنها نقلتني، عملت لي حركه كليه. يبقى الحركه الموضعيه يا اولاد تؤدي الى حركه كليه. دي ملحوظه لازم نعرفها. ليه الانسان ممكن يغير مكانه؟ انت عايز تغير مكانك، بتقوم من مكانك ليه وتروح مكان تاني؟ بحث عن الغذاء، جعان، بطنك شغلاك قايم تاكل، سعيا وراء الجنس الاخر، خلاص ربنا كرمك وخلصت الكليه وعايز تتجوز، فبتبحث في الارض عن عروسه هروبا من الخطر. واحد ماشي في الشارع لقى كلب وراه، الجري نص جدعنه، قام واخد ايه؟ ديله في اسنانه وجاري. فديت الثلاث اسباب اللي هي تهدف اليها الحركه. لا يحدث حركه في النباتات، خليها يا اولاد حركه كليه في النباتات. يبقى لا يحدث حركه كليه في النباتات، لان احنا قلنا كل حركه اجزاء النبات هي حركه موضعيه. مثال انتقال الانسان بينتقل من مكان لاخر. انتقال الحيوان، حركه الحيوان المنوي. الحيوان المنوي يا ولاد بيتحرك برضه، يعتبر حركه كليه، لان كل الحيوان المنوي بيتحرك. عندنا ملاحظات سريعه هنا. قلنا يا ولاد ان عندنا الحركه الدائبه بتحدث في كل الكائنات حتى لو كانت وحيده الخليه. زي ايه وحيده الخليه؟ حاجه اسمها الاميبا، ده المنظر بتاعها، بتتحرك بحاجه اسمها الاقدام الكاذبه، هي خليه واحده وليها قوه بتتحرك. اليوجلينا يا ولاد برضه دي خليه وبتتحرك بحاجه اسمها الصوت اللي هو ده. دي الاقدام الكاذبه يا ولاد اللي هي ايه؟ اهي الاقدام الكذابه اللي هي دي اللي بتتحرك بيها. البراميسيوم ليها يا ولاد اهداب، يعني حاجات طالعه من هنا كده. دولت يا ولاد ثلاث امثله للكائنات وحيده الخليه، دي بتتحرك بالاقدام الكاذبه، اليوجلينا بالصوت، البراميسيوم بالاهداب. يقول لك قول لي نوع الحركه هنا وهنا وهنا. انت طبعا الدكتور قايل لنا وحيد الخليه بيحصل فيها حركه دائبه، يبقى هي حركه دائبه. انا ما كدبتش عليك، ولكن هل انا قلت لك بيحصل فيها حركه دائبه بس؟ يعني يا ولاد دي خليه جواها سيتوبلازم، اما يتحرك السيتوبلازم يعمل لك حركه دائبه. طب افرض هي حركت رجلها دي، لعبت بالرجل دي كده، طب ما دي ايه؟ طب ما دي حركه موضعيه. طب حركت رجلها وقامت ماشيه بحالها، يبقى حركه كليه. يبقى يا اولاد ديت بها ثلاث انواع من الحركه. كذلك اليوجلينا مثلا، اليوجلينا جواها سيتوبلازم ففي حركه دائبه. طب حركت الصوت بتاعها عملته كده وهي في مكانها، يبقى حركه موضعيه. طب حركت الصوت واستخدمته وقامت ماشيه، يبقى دي حركه كليه. وكذلك البراميسيوم في جوه حركه دائبه مستمره. لو حركت الاهداب بس وهي واقفه كده يبقى دي موضعيه، لو حركت ومشيت يبقى دي كليه. يبقى امثله الكائنات وحيده الخليه بقى الثلاث انواع من الحركه على حسب هي هتحرك ايه. خلاص هي واقفه جواها الحركه شغاله جوه، حركت عضو الحركه بس يبقى موضعيه، اتحركت واتكلت على الله يبقى حركه كليه. وده بالنسبه للمقدمه بتاعتنا. خش بقى عندنا على الحركه في النبات. بص يا باشا، بيقول لك الحركه في النبات
ليها صور. ايه يعني يا دكتور ايه صور؟ يعني بتشد لنا تحتها خط، انت بتهددنا ولا؟ يقول لك لا، في فرق ما بين انواع الحركه اللي احنا لسه قايلينها وصور الحركه اللي هي اشكالها. يبقى انواعها يا ولاد 3 انواع ثابتين في كل الكائنات الحيه، يا اما الكائن الحي بيتحرك داخل الخليه بتاعته سيتوبلازم، يا اما بيحرك جزء منه، يا اما بيتحرك كله. دي اسمها انواع الحركه. انما صور يعني قول لي شكل الحركه في النبات ده بيحرك ايه فيه، بيتحرك ازاي. يبقى صور الحركه يا ولاد هي جزء من الحركه الكليه، او اللي هي من انواع الحركه، من انواع الحركه. يبقى انا عندي انواع الحركه 3 ثابتين في كل الكائنات الحيه. دي الصور الاشكال اللي النبات بيتحرك بيه، قد تكون نوع من دول، قد تكون نوعين، ما اعرفش، بس احنا لسه هنشوف دلوقتي. لكن صور اشكالها ايه؟ يبقى الانواع عايز ال3 الاساسيين اللي فوق، الصور قول لي الاشكال الخاصه بالنبات. ايه هي الصور الحركه في النبات يا ولاد؟ هنجمعها في قصه طريفه كده. ان انت وانت نايم، انت نايم اهو، وجه حد يصحيك، فبيعمل لك ايه؟ اصحى تيمور، انت نمت، ويروح جاي ايه مخبط على كتفك كده، تيمور، فانت ايه لمسك. يبقى اول حركه معانا اللمس، يبقى لمسك عشان تصحى، فراح جاي ايه، يبقى دي حركه اللمس. فانت قمت مفتح عينك وردد عليه، يبقى انت كده عملت يقظه، صحيت. يبقى لما حد لمسك فانت صحيت، يبقى انت عندك النوم واليقظه، دي ثاني حركه. انت مش قادر تقوم، تقول له عايز يقول لك تعالى مثلا ايه في الضيوف بره، فتقول له طب خد ايدي قومني، يبقى مديت ايدك علشان يشدك الشد. اول ما قمت، ما حدش فينا بيقوم من على السرير ينط على الارض، انت بتقوم ايه تروح جاي مريح كده وبتاخد نفسك كده ايه، اول ما تصحى بتنتحي، بتميل، يبقى رابع حركه الانتحاء. اخر حاجه معانا يا اولاد ان انت لو قمت مره واحده بتحس ان انت دايخ، عندك دوران، يبقى خامس حركه معانا الحركه الدورانيه السيتوبلازميه. يبقى انت عندك اللمس، النوم واليقظه، عندك بعد كده هتمد ايدك علشان يشدك، بعد كده عندك الانتحاء اللي هو مميل، والدورانيه السيتوبلازميه. هناخد كل نوع من الانواع دلوقتي. تعالى الاول ناخد نوعين 2 مع بعض نقارن ما بينهم، اللي هما اللمس والنوم واليقظه. بص يا باشا، اللمس بتحصل فين؟ قالك في بعض وريقات اللي هي تصغير ورقه نبات المستحيه، واكتب جنبها فقط. يعني ايه؟ يعني اللمس ده هو مميز لنبات المستحيه، مفيش نبات تاني بيتكسف كده. يبقى يا ولاد حركه اللمس بتحصل في بعض ورقات نبات المستحيه. طب النوم واليقظه؟ قال لك المستحيه وبعض البقوليات، في شويه بقوليات كده اللي هم يا ولاد ايه، البقوليات دي زي الفول والعدس والفاصوليا والحاجات دي اسمها بقوليات. يبقى انت عندك في اوراق النبات المستحيه وبعض البقوليات. ايه اللي بيحصل؟ قال لك نبات المستحيه يا ولاد لما بتلمسه بيكون مفتح الورقه بتاعته، اول ما تلمسها تروح جاي الورقه قافله، فيقول لك تتقارب الوريقات اول ما تتلمس، وتتدلى المحاور بمجرد لمس الوريقات كما لو كان اصابها الذبول. كانها يا ولاد دبلت، بس ده انا بقول لك ذبول مؤقت. يعني ايه؟ تفتح مره اخرى بعد زوال اللمس، يعني طول ما انت لامسها هي قافله، تبعد المؤثر، تبعد باللمس ايه، تبدا تفتح معاك مره ثانيه. طب دي انا بقول لك نوم ويقظه، بتنام وتصحى. قال لك بتوالي الظلام والنور، يعني يجي الليل ويجي الصبح، يجي الليل ويجي الصبح، ده اسمه توالي او تتابع الظلام والنور اللي هو الضوء. يعني تتقارب الورقات بحلول الظلام، الليل جه هننام يا باشا، الورقات تقرب من بعضها وتقفل، فده يعبر عن نوم النبات. قال لك بحلول النور النهار طلع، لا افتح تاني الشبابيك، يبقى تنبسط تبتعد الوريقات كما يعبر عن يقظه النبات. يبقى انت عندك اللمس يا ولاد، الورقه اتلمست او النبات اتلمس راح جاي قافل. لكن في النوم واليقظه الليل جه ينام، الصبح جه يصحى. ازاي نفرق ما بينهم؟ ازاي نفرق بين اللمس والنوم واليقظه؟ في الاثنين بتقول لي الورقه بتقفل والورقه بتفتح، هنا بتقفل لما بتتلمس وتفتح لما اللمس يمشي، هنا بتقفل لما ايه النور بيروح، الضلمه بتيجي، وبتفتح لما النهار بيطلع. فرق بينهم ازاي؟ دي يا اولاد يتاثر فقط جزء النبات الملموس. انت لمستني من دراعي يبقى دراعي بس اللي هيتدلى، لمستني من راسي بس اللي هتتدلى، لكن انا دراعتي مفروده اهو. لمستني من دراعي ده هيتدلى، لكن ده مفروض اهو. يبقى انت يا اولاد يتاثر فقط الجزء الملموس من النبات، الورقه وما تحمله من وريقات. لو جينا يا اولاد شفنا نبات المستحيه، هو ده يا ولاد شكل النبات بتاع المستحيه. بيقول لك ان هي بتكون في زي ورقه، والورقه دي فيها وريقات صغيره كده، انت هتلمس دي، يبقى دي الورقه والوريقات اللي فيها بس هي اللي تتاثر. يبقى انت يتاثر فقط جزء النبات الملموس وما تحمله من وريقات. تعال نشوف هنا، ده نبات المستحيه، لمسنا الجزء ده، ايه اللي حصل؟ جت
الجزء ده بس يا ولاد هو اللي تدلى. طب باقي النبات اهو، يبقى الورقه يا ولاد كلها ظبطت، ايه ريحت. طيب هنا ده قبل اللمس، لمسنا، احنا لمسنا في لمسنا الحته دي، راح جاي الحته دي هي اللي مقفوله بس. طب ودي انا مالي يا باشا، انت لمست دي بس. يبقى يا ولاد في اللمس يتاثر فقط جزء النبات الملموس، الورقه والوريقات اللي هي عليها، اللي هي الوريقات الصغيره دي يا ولاد. هنا يتاثر كل النبات، الورقه والوريقات والمحاور كلها. يبقى بص يا باشا، هنا النبات ده نبات المستحيه برضه، بس ده النبات كامل كله مفتح ومزهزه اهو. جيت بعد كده الضلمه جت، راح جاي ايه مرتخي كله. والمحاور يا ولاد ده اسمه المحور، ده اهو اللي ماسك الوريقات الصغيره بعضها، ده اسمه المحور. حتى المحور يا باشا بيتدلى معاه، بيقول لك يلا ايه كلنا ننام عشان نصحى الصبح، عندنا ايه شويه بناء ضوء الصبح عايزين نشتغل. يبقى دي يا باشا بتتاثر جزء النبات الملموس فقط، لكن ده بيتاثر كل الايه، ده بيتاثر كل النبات. تاني حاجة الشد. يبقى احنا خدنا أول حاجة اللي هي اللمس، بعد كده النوم واليقظة، دول كانوا نوعين. فتالت حاجة معانا يا ولاد هي الشد. وبيقول لك إن الشد ده نوعين اتنين. قال لك في حاجة اسمها الشد بالمحاليق، في حاجة اسمها الشد بجذور الشد. يبقى احنا عندنا اللمس نوع، النوم واليقظة نوع، الشد نوعين اتنين. في حاجة اسمها شد بالمحاليق وفي حاجة اسمها شد بجذور الشد. ايه الفرق بين الاتنين؟ ده يا ولاد بشد بمحلاق، كأني بجيب حبل وارمي واشد، حبل وارمي واشد، برمي على حاجه جنبه واشد. لكن الجذور الشاده الجدر هو اللي بيشد النبات، هنعرف التفاصيل دلوقتي. دي بتحصل فين؟ بعض النباتات المتسلقه ذات السيقان الضعيف. هو اللي يخلي النبات يا باشا يروح يرمي نفسه على حاجه؟ الساق بتاعته ضعيفه، مش واثق في نفسه، فعايز حاجه قويه يثق فيه. فيبقى ده بيحصل في النباتات المتسلقه، لان انت يا اولاد لو جبت نبات من ده وحطيته على جدار هتلاقيه بيطلع على الجدار كانه بيسند على الجدار ويتسلقه. يبقى ده في النباتات المتسلقه ذات السيقان الضعيفه، زي ايه؟ البازلاء اللي هي البسله، عشان الناس بس اللي بتحبش فصحى اللغه العربيه، البسله، العنب والخيار. دي ولاد في حاجه اسمها الكرمات، زي مثال ليها القلقاس. الابصال اللي هو نوع من البصل، اللي هو في حاجه اسمها النرجس، البصل برضو يعتبر من الابصال، والزنجبيل. كل ده هم يا ولاد بيكون فيهم حاجه اسمها سيقان مختزنه. يعني ايه سيقان مختزنه يا ولاد؟ بتلاقي الجذور اهي والساق اهي. الساق دي يا ولاد بتخزن الغذاء تحت الارض. انت لو جيت جبت بصله، خلينا في البصل اللي هي المعروف، هتلاقي ليها جزء بره كده، والبصله نفسها فين؟ تحت الارض. يعني لو دي الارض هتلاقي البصله فين؟ موجوده هنا، وهنا الجذور، وهنا الوريقات او الورق بتاعها. يبقى انت عندك سيقان مختزنه، يعني الساق تحت مستوى سطح الايه؟ تحت مستوى سطح الارض. يبقى زي حاجه اسمها الكرمات، ده مثال عليها القلقاس. الابصال حاجه اسمها النرجس والزنجبيل. الابصال ده يا ولاد فيه فصيله من النباتات اسمها الابصال، خلاص، اللي هو فيها البصل والثوم والحاجات دي. يبقى ده يا باشا النباتات اللي بيحصل فيها الشد بالجذور، ودي النباتات اللي بيحصل فيها الشد بالمحاليق. طيب نخش بعد كده على طريقه او آلية الحدوث. ده بيحصل ازاي وده بيحصل ازاي؟ عندنا يا ولاد الشد في المحاليق منطقي، الشد في المحاليق يبقى همسك المحلاق واشد بيه، كاني برمي واشد، برمي واشد. يبقى هنا يا ولاد الشد يتم بواسطه المحاليق. المحاليق، ويحتاج الى دعامه صلبه. وانا اشد في ايه؟ ينفع اجيب حبل واشد فيه مش بيه؟ لا، يبقى الحاجه دي طريه واجي اشدها، طب ما هتاخدني وتقع. يبقى انا ايه؟ بسند على حيطه مايله؟ لا، لازم اسند على حاجه صلبه. فعشان اشد بالمحاليق يا ولاد يبقى لازم تتم بواسطه المحاليق وتحتاج الى دعامه صلبه. بتتعمل ازاي بقى؟ ادي يا باشا انا النبات، وده المحلاق بتاعي اللي انا بدور بيه على دعامه صلبه. النبات عمال يبعت المحلاق في كل حته، عمال يدور حواليه، بيدور على دعامه صلبه. شبط في الدعامه الصلبه، مسكها. ايه اللي يحصل بعد كده؟ يبدا ان هو يلف حواليه. يبقى انا لقيت الدعامه الصلبه اهي، شبطت فيها بالمحلاق بتاعي، بدات ان انا الف حواليه. بعد ما الف انا عايزه يشدني، ما انا نايم يا ولاد كده والمحلاق بتاعي بقى فوق. طب ما انا استفدت ايه لما هو راح شبط في الدعام؟ ما كسبتش حاجه، كسبنا الصلاه على النبي، صلى على النبي. لكن انا المحلاق دلوقتي بعد ما انا كنت نايم اهو يا ولاد، شدني بقى معاك بقى، خدني معاك. انت لفيت فوق اهو، طلعت فوق، ربنا كرمك وطلعت، ما تصعبهاش عليا، خدني معاك. فيروح جاي عامل له، يقول له طب انا هشدك. هيشد ازاي؟ يأثر نفسه. يبقى يا اولاد النبات اهو يبدا المحلاق يأثر نفسه فيشد النبات، كل لما ده يتأثر النبات يتشد معاه. يبقى ده النبات اهو تحت اهو، النبات تحت اهو، لما المحلاق يقصر النبات راح فين؟ طلع لفوق. فانت يا باشا اول حاجه عندك يبدا الحالق او المحلاق عمله بان يدور في الهواء حتى يلامس جسما صلبا. النبات نايم وبعت المحلاق بتاعه يدور في الهواء.
لقى الدعامه، اعمل ايه؟ هثبت نفسي على الاول قبل ما اشد، فيبدا يدور حولها، يلتف الحالق حول الجسم الصلب بمجرد لمسه ويلتصق به بقوه. يبقى الحالق يا اولاد لازم يمسك في الدعامه عشان يقدر يشد. مسكت يا باشا واتظبطت، خدني معاك بقى. يروح جاي يا باشا يتموج ما بقى من اجزاء الحالق في حركه لولبيه. يبقى عامل كده يا اولاد. ليه؟ تخيل معايا يا باشا ان انت عندك ده الحالق ومفروض، نفس الحالق ده هو مشدود هيبقى عامل كده، او هو ملولي وهيبقى عامل كده. يبقى هو مفروض طويل، لكن لما دخل في حلقه في اللي هي يا اولاد حركه لولبيه، شوف طوله بقى قصير. يبقى النبات يا باشا هيتشد. يبقى لما بيحصل له حركه لولبيه طوله قصر اهو، والمثال عندك على الشرح. يبقى هو بيعمل كده لينقص طوله، وبذلك تقترب الساق نحو الدعامه فيستقيم الساق راسيا. انا كنت نايم كده هيشدني، استقامت راسيا. انا نايم كده هيشدني، يبقى انا كده يستقيم الساق راسيا. قالك بعد ما مسك وخلاص عايزين نثبت نفسنا بقى، انا بقيت تقيل عليك، هتعمل ايه؟ انا ممكن اخدك وقع، انا النبات ممكن اخد المحلاق وقع. قال لك لا، ده احنا هنقوي نفسنا، ما تخافش، انا هروح الجيم واشيل حديد. يقول لك يتغلظ الحالق لما يتكون فيه من دعامه فيقوى ويشتد. قال له خلاص احنا كده هنتسنطر هنا، هنثبت هنا، لا ده احنا نبني بقى ونستقر هنا بقى، نستقر. هات لي يا باشا شويه لجنين حطهم جوايا. يبقى يتغلظ بترسيب اللجنين فايه يكتسب دعامه تركيبيه. يبقى اولاد الترتيب لازم يكون منطقي. طب لو قال لك هل ينفع يتغلظ الحالق قبل ما يتموج؟ هل ينفع يحصل الخطوه دي قبل الخطوه دي؟ هتقول لا ما ينفعش، لانه لو تصلب اكتسب الدعامه اللجنين مش هيعرف يتموج، بقى صلب، هيتموج ازاي؟ يبقى هو بالمنطق لازم يتموج الاول وبعد كده يتغلظ او يتصلب. الشد بالجذور. الشد ادي يا باشا النبات بتاعنا اللي هو الساق البصره، ودي الجذور بتاعتنا اسمها جذور شده، هتشد النبات. هتشده ازاي؟ الجدر بيطول ويروح جاي شادد، يطول ويروح جاي شادد، يطول ويروح جاي شادد. اهي دي اعتبر دي البصله بتاعتك اهي. يبقى البصله كانت فوق، الجدر قام طول في الارض وراح جاي شادد، راح جاي طول كمان شويه وراح جاي شادد. يبقى البصله يا اولاد او الكرمه بتنزل في الايه؟ في مستوى سطح الارض. يبقى تتقلص جذور الكرمه او البصله فتشد النبات الى اسفل. يبقى اولاد بتتقلص وتتفرد وتشد وهكذا. تهبط الكرمه او البصله الى المستوى الطبيعي المناسب لها، وكاتب لك عمق مناسب لان دي مهم. ليه؟ هقول لك بعد شويه احنا هنقف عن الشد امتى يا عم؟ ده انا خلاص راسي هتطلع من الارض من تحت، هنقف امتى؟ يقول لك لما نوصل لعمق مناسب. يبقى يا ولاد توقف الشد في الجذور الشده بيعتمد على ايه؟ انا هنا عمق مناسب؟ لا. عمق مناسب قال لك لا، هنا كده فل الفل، خليك ثابت بقى كده. يبقى انا وصلت لعمق مناسب ساعتها الشد توقف. يبقى توقف الشد في الجذور الشده يعتمد على العمق المناسب. الاهميه والتاثير، انا ليه اعمل شد بيه اللي هي يا اولاد بالمحلاق، او اعمل شد بيه الجذور الشد؟ في المحلاق انا عايز الساق تستقيم راسيا. الساق كانت نايمه اهي، استقامت راسيا. قلت لي ايوه وماذا بعد؟ يعني ما استقامت راسيا ولا فضلت مرميه على الارض؟ كسب النبات ايه؟ هقول لك لما يستقيم راسيا يحسن عمليه البناء الضوئي. والنبات نايم كده يا اولاد، وده الضوء جاي من هنا، مين اللي واصل له الضوء؟ جزء النبات ده بس. لكن لما يستقيم راسيا الضوء بقى هنا وهنا، فالبناء الضوئي شغال من الجنب ده من النبات وشغال من الجنب ده من النبات. يبقى انت بيحصل عندك استقامه الساق راسيا يحسن من عمليه البناء الضوئي. طيب هنا انت عمال تشدني لتحت، موديني فين؟ ده انا بضرب لك جذور في الارض تخليك حديد. يبقى احنا بنثبت النبات. تصل الساق الارضيه اللي احنا قلنا عليها الساق المختزنه. قلنا يعني مختزنه دائما على بعد مناسب. قلنا لازم توصل على بعد مناسب عن سطح الارض او سطح التربه. ده بيعمل ايه؟ يزيد من تدعيمها. تخيل ان انت واقف كده، ممكن اي حاجه تهزك توقعك بتاع مش عارف. طب نزلت بقت اقوى، نزلت اكتر اتثبت اكتر في الارض بقت اقوى. يبقى ده بيزيد التدعيم وتامين اجزائها الهوائيه ضد الرياح. الورق يا باشا اللي بره ده ليه جدر ثابت وساق متخزنين تحت الارض. هز فيا زي ما تهز، يا ارض تهدم عليك قد ده. مهما يتهز يا اولاد بالرياح اللي هو الجزء الهوائي اللي هي الورق بتاعها، مهما يجي له رياح مش هيتاثر. وده الفرق بين الاثنين من حيث الاهميه. بعد كده عندنا اتجاه الحركه. عندنا يا اولاد المحلاق بيشد الاعلى ولكن الجذور الشده بتشد الاسفل. يبقى اتجاه الحركه في الشد بالمحاليق لاعلى، اتجاه الحركه في جذور الشده لاسفل. بعد كده عندنا صوره للاثنين. ده يا اولاد النبات اهو، بعت المحلاق بتاعه بيبحث عن الدعامه.
اول ما لقى الدعامه راح جاي ايه شابط فيها، لف حواليها وحصل له الجزء ده بقى لولب، التف حوالين نفسه هنا. يبقى ده اول ما لقى دعامه صلب. ده برضو النبات، ده المحلاق اللي كان ماده في الهواء، اول ما لقى دعامه لف حواليها وبعد كده راح جاي ايه لف الجزء اللي فاضل عشان يستقيم النبات رأسيا. دي الصوره بتاعت الشد بالجذور. ادي يا اولاد النبات اول ما يتزرع. لو حد شاف الثوم والبصل وما بيتزرعوا قبل كده، بيجيب الحاجه اللي هو يزرعها اللي هي البذره مثلا ويروح جاي غريسها سنه صغيره في الارض، يعني ما بتترشش على وش الارض، ويروح جاي ماسكها بصباعه كده ويروح جاي زقيها شويه في سطح الارض. يبقى ده سطح الارض اهو، حط النبته هنا. بعد كده يا اولاد الجدر يعمل ويروح جاي شديدها شويه، يعمل ويشدها شويه، يعمل ويشدها شويه، يبقى العمق بيزيد. يبقى دي الصوره بتاعت الشد بالمحلاق، ودي الصوره بتاعت الشد بالايه بالجذور الشد. بعد كده بقول لك لماذا او كيف يدور المحلاق حول الدعامه؟ ايه اللي بيخلي المحلاق يلف حوالين الدعامه؟ طب ما هو هيروح جاي لازق فيها وخلاص وطالع عليها بشكل مستقيم. ايه اللي بيخليه يلف؟ اللي بيخليه يلف يا ولاد حاجه مهمه جدا، وهي الاكسينات. هنعرفها في الهرمونات، بس عايزك تفهم الفكره دلوقتي. الاكسينات دي يا ولاد لازم تعرف ان هي كارهه للضوء ولللمس. يعني ايه؟ الاكسينات هنا لو لقيت ضوء جاي من الناحيه دي او لمس جاي من الناحيه دي تبعد عنه. يبقى هي كارهه للضوء ولللمس، لازم تعرف المعلومه دي. فايه اللي بيحصل؟ بقول لك ان المحلاق بيدور حول الدعامه بسبب اختلاف تركيز الاكسينات على جانبي المحلاق. يعني ايه يا باشا؟ ده المحلاق بتاعنا راح لمس الدعامه، ودي الدعامه الصلبه. المفروض يا باشا تركيز الاكسينات اهو متساوي في كل حته في المحلاق. راح جاي هو لامس الدعامه بالمنظر ده كده. فايه اللي حصل؟ الحته اللي لمست الدعامه الاكسينات هربت منها وراحت للنص الثاني. لو احنا قسمنا دلوقتي يا ولاد بالنص كده اهو، فهتلاقي النص الثاني اللي مش لامس الدعامه بقى فيه اكسينات اكتر. يبقى ايه اللي حصل؟ اختلف تركيز الاكسينات على جانبي المحلاق. الجنبين اللي هم فين؟ الجنب اللي لامس الدعامه والجنب اللي مش لامس الدعامه. فيحدث اختلاف لسرعه النمو. هنعرف يا اولاد ان الاكسينات دي هي اللي بتحفز نمو النبات. فالحته اللي فيها اكسينات هتنمو ايه بسرعه، والحته اللي ما فيهاش اكسينات هتنمو ببطء. فاقول لك يا باشا لما بيحصل تغير او اختلاف في تركيز الاكسينات، الحته اللي لامسه الدعام اللي فيها اكسينات قليله هيبدا يحصل فيها بطء نمو. يبقى بطء نمو المنطقه التي تلامس الدعام اللي هي المنطقه القريبه. بعد كده الحته الثانيه اللي بقى فيها اكسينات كتيره سرعه نمو المنطقه التي لا تلامس الدعامه فتستطيل هي المنطقه البعيده. ولا خلي بالك لكن كلاهما يستمران في النمو، ودي مهمه عشان عليها سؤال كمان شويه. حد ولا انا مش فاهم؟ ولا كده الدعامه اهي وده المحلاق. المحلاق ليه نصين، ادي نص وادي نص. المفروض الاول النصين دول ادي المحلاقه اللي هي دي كده المحلاقه اهي، وليه جزء ده وجزء ده، هو مش مفصول بس احنا بنفترض ان هو جزئين كده. المفروض الاكسينات في الناحيه دي قد الاكسينات في الناحيه دي لحد ما نلزق في الدعامه. هنفترض ان الدعامه الناحيه دي خبطتني من ناحيه الساعه دي، فانا مسكت في الدعامه كده. الحته دي من المحلاق بقت لامسه الدعامه فالاكسينات تهرب منها تروح للناحيه الثانيه اللي هي دي. فايه اللي يحصل؟ الاكسينات دي يا اولاد مسؤوله عن النمو، فيروح جاي الحته اللي هي بقى فيها اكسينات كتير تنمو اسرع اهي، تنمو اسرع. طب دي بتنمو بس ببطء. فلما دي تنمو اسرع بص اللي يحصل معايا كده، حطينا ده هنا ادي الاثنين اهو، دي بتنمو ودي بتنمو معاها بتشدها. بص ايه اللي بيحصل اهي تروح جاي اللفه دي فتروح جايه واخدها ودايره حوالين الايه الدعامه داير ما يدور. خلاص. اهم حاجه تعرف ان الاثنين بيستمران في النمو، يعني الجنب ده يا اولاد ما بيوقفش عن النمو، بينمو ولكن بمعدل بطيء. ديت الصوره اهي، ديت يا باشا المحلاق ماشي في امان الله، لقى جسم صلب او دعامه راح جاي عامل مثير لمس اتلمست. هنقسم المحلاق من النص بالمنظر ده كده اهو، وهنقسمه هنا برضو ايه من النص اهو. هاجي اقول لك هنا مثلا تركيز الاكسينات كانوا 1 2 3 4 5، وهنا 1 2 3 4 5. يبقى تركيز الاكسينات هنا وهنا 50% وهنا 50%. اول ما لمسنا قلنا الاكسينات بتكره اللمس، فاول ما تتلمس من حاجه بقت 1 2 3، وهنا بقت 1 2 3 4 5 6 7. يبقى هنا الاكسينات زادت، فهنا بقت 70% وهنا بقت 30%. يبقى ايه اللي حصل؟ اختلاف تركيز الاكسينات على جانبي المحلاق بسبب اللمس. يبقى لما لمسنا الجزء ده الاكسينات اللي فيه هربت راحت الناحيه الثانيه. فايه اللي يحصل؟ الجنب ده بينمو بالراحه وده بينمو بسرعه، فلما ده ينمو ده بيشده للناحيه دي، فيبدا
ان هو يبدا ان هو يلتف حوالين الايه، حوالين الدعامه. فهي دي الفكره يا اولاد، ان هو اهو ده بينمو بسرعه فيروح جاي ده شده كده فيبدا ان هو ايه، يلف حوالين الدعامه. يبقى دي السبب اللي بيخلي المحلاق يدور حول الدعامه. ماذا لو لم يجد الايه، الحالق او المحلاق الدعامه؟ النبات بعت الحالق بتاعه بيحسس مفيش حاجه صلبه، مفيش حاجه صلبه، مفيش برضه حاجه صلبه، امال هيعمل ايه؟ يموت الحالق. خلاص يا باشا المحلاق ده الله يرحمه. فيقول لك ماذا يحدث اذا لم يجد الحالق او المحلاق الدعامه؟ يموت المحلاق او الحالق ويذبل، ولكن لا يموت النبات. انا مالي انا يا عم، ما المحلاق مات، انا مالي، ده حته مني انا كنت موديها تدور لي على حاجه وما رجعتش، انا مالي انا هفضل زي ما انا، بس انا هفضل مرميه على الارض. ما هو المحلاق ده كان هيشدني من على الارض، المحلاق ما شدنيش ومات، ماليش دعوه، انا هفضل زي ما انا نايمه. فيقول لك ولكن لا يموت النبات وانما ينمو افقيا، انا هزحف زي ما كنت بزحف لكن مش هموت، لان هو ما بيعتمدش على المحلاق في الغذاء بتاعه طبعا. بعد كده عندنا الانتحاء. الانتحاء يا اولاد يعني التفاصيل بتاعته مش عليك، فاحنا هنتذكر سريعا. بيقول لك ان الانتحاء ده بيحصل في كل النباتات، اي نبات يا اولاد بيحصل فيه انتحاء. يبقى احنا قلنا اللمس في المستحيه، النوم واليقظه المستحيه وبعض البقوليات، الشد عندنا شد بالمحلاق في النباتات المتسلقه زي البسله والخيار. قال لك الشد بالجذور الشاده في الكرمات زي القلقاس والابصال زي النرجس والايه اللي هو الزنجبيل. ده بيحصل في كل النباتات، اي نبات يا اولاد لازم يحصل له انتحاء. هو يعني ايه انتحاء يا اولاد؟ انثناء. انتحاء معناه انثناء، النبات يميل او يتني. بيقول لك تستجيب مختلف اجزاء النبات، كل اجزاء النبات بتاثر يا اولاد، الساق والاوراق والجذور لمؤثرات مختلفه. ما احنا قلنا لازم الحركه يكون فيه مؤثر. ايه المؤثر اللي يعمل لك انتحاء؟ ممكن ضوء، وممكن رطوبه اللي هي الميه يعني، ممكن الجاذبيه اللي هي الارض. خلاص، يبقى انت عندك المؤثرات اللي تخلي النبات يميل 3: الضوء، الميه، والجاذبيه اللي هي الارض. النبات ده يا اما يميل ناحيه الحاجه يبقى موجب، او يميل بعيد عن الحاجه يبقى سالب. يبقى لو ميل ناحيه الحاجه بيسموه انتحاء موجب، ولو ميل بعيد عن الحاجه يسموه انتحاء سالب. فجبنا الضوء وجبنا نبات وقمنا ضاربين الضوء في النبات. ايه اللي حصل؟ لقينا الساق بتميل ناحيه الحاجه والجذر بيهرب بعيد عنها، فالساق سميناها انتحاء موجب للضوء والجذر انتحاء سالب للضوء. جينا بصينا على الجاذبيه، وانت زارع النبات الساق بتطلع فين؟ لفوق عكس الجاذبيه، يبقى الساق سالب للجاذبيه او الارض. الجذر ده هو نازل بيجري تحت في اتجاه الجاذبيه فيبقى موجب. فحد هنا يقول لي يبقى نمو الجذر بيعتمد على الجاذبيه. اقول لك لا، احنا قلنا نمو الجذور بيعتمد على الوصول لعمق مناسب. احنا هنا بنقول هو في اتجاه الجاذبيه ولا مش في اتجاه وخلصنا، لكن ما بيعتمدش على الجاذبيه. الميه ولا الساق ما بيتاثرش، الميه اصلا بتبقى في التربه فالساق لا يتاثر بالماء، لكن الجدر بيجري عايز ميه، عايز يشرب، ده انا اللي هشرب النبات كله، فلازم يجري على المكان اللي فيه ميه. قال لك في حاجه كمان اللي هي اللمس. هي اللمس مش مكتوبه هنا بس اعرفها معايا. هو يا ولاد الساق اللي النبات كان بيمدها في المحلاق، اول ما تشوف الدعامه بتعمل ايه؟ تشبط فيه، يبقى ده انتحاء موجب. يبقى بيقول لك يا باشا اللمس موجب في المحاليق اللي هي جزء من ساق النبات، يبقى في المحاليق موجبه لللمس. لكن في الجذور يا اولاد ادي الجذر اهو، ده الجذر ونزل لقى طوبه، ايه اللي هيحصل؟ هيروح جاي بعد عنها ولافف كده، يبقى عمل ايه؟ بعد عن المؤثر عشان ما يتلمسش بيه. يبقى يا اولاد الجذور سالبه لللمس، وده كل اللي انا عايزك تعرفه في الانتحاء، تعرف الساق موجبه لايه والجذور موجبه لايه. عندنا 5 حركه معانا وهي الاخيره. كنا بنقول ان انت لو حد بيصحيك فهو هيجي في الاول يقوم يلمسك، يبقى دي اللمس. صحيت نوم ويقظه، طب قومني شد ايده، هتقوم تروح جاي قاعد فعملت انتحاء. لو وقفت مره واحده هتحس ان انت مدروخ والدنيا مش واقفه بيك، فده يسموها الدورانيه السيتوبلازميه. الدورانيه السيتوبلازميه ديت يا اولاد اكتب بين قوسين كده اللي احنا كنا بنقول عليها في الاول الدائبه اللي هي شغاله على طول. يبقى الدورانيه السيتوبلازميه هي مثال على الحركه الدائبه، حركه تحدث في جميع خلايا النباتات الحيه. كنا بنقول كل خلايا النبات الحيه. عرفنا منين ان الدنيا دي شغاله جوه؟
قلت لك جبنا ميكروسكوب وبصيت، قلت لي ماشي ايوه يا عم، انا لو عندي شويه ميه، مش السيتوبلازم ده فيه سائل من جوه، لو عندي شويه ميه بتلف مش هعرف هي بتلف ولا ما بتلفش، هي الميه وخلاص قدامي، مش هاخد بالي. لكن لو حطيت القلم ده في الميه هلاقي القلم ده عامل كده، يبقى انا هعرف ان الميه بتلف لان القلم بيلف. يبقى انا لو بص على سائل مش هاخد بالي هو بيلف ولا لا، لكن لو رميت في حته خشبه هلاقي الخشبه انا اقدر الاحظها بعيني. فهي نفس الفكره هنا. قال لك الاول احنا بنفحص هذه الحركه او بنشوفها لما نيجي نفحص خليه من ورقه نبات الإيلوديا، وده نبات مائي. يعني هي النباتات خلصت يا عم، عندك الارض الزراعيه مليانه نباتات يا عم، عندي دقت بيك الارض الزراعيه، روح الصحراء يا عم هتلاقي فيها نباتات صحراويه. اشمعنى الإيلوديا؟ يعني ربنا موسعها عليك في الارض، سايب الارض ونزل تحت الميه؟ قال لك اكيد لسبب. يبقى ليه الإيلوديا يا ولاد؟ ليه الإيلوديا؟ لماذا نبات الإيلوديا؟ اول حاجه خلاياه كبيره الحجم نسبيا، خليه بسم الله ما شاء الله يرمح فيها الخيل، فلما تيجي تبص عليها تبقى المكونات بتاعتها اوضح. يبقى انت اول حاجه الإيلوديا لانها خلايا كبيره الحجم نسبيا. السيتوبلازم بتاعها ولاد شفاف، او جدار الخليه شفاف، تقدر تشوف الحاجات اللي موجوده جواه. يبقى انا عشان اعرف في حاجه موجوده جواه بتلف ولا لا لازم اكون اقدر اشوفها بعين. فيقول لك لان خلاياه كبيره الحجم نسبيا والسيتوبلازم شفاف. ماشي. بنقول من اهم خصائص السيتوبلازم انه ينسب في حركه دورانيه مستمره، عشان كده سميناها الدائبه داخل الخليه في اتجاه واحد. يبقى احنا اولاد ما بنقولش كلام جديد، قلنا الحركه الدائبه هي حركه مستمره وبتحصل في اتجاه واحد. يبقى دي حاجه بيقول لك هي مميزات السيتوبلازم. ماشي خلاص، يبقى السيتوبلازم بيلف في حركه مستمره وبيلف في اتجاه واحد. عرفنا منين يا باشا ان السيتوبلازم بيلف؟ هيقول لك اهو يمكن الاستدلال على حركه السيتوبلازم. يعني احنا كلمه الاستدلال اكتشفنا ان السيتوبلازم بيتحرك من خلال دوران البلاستيدات الخضراء. يبقى انا مش شايف السيتوبلازم هو بيتحرك، بس في حاجه اسمها البلاستيدات الخضراء عماله تلف جوه. بيقول لك ان البلاستيدات الخضراء دي بتكون منغمسه في داخله، يعني مسقوطه داخل السيتوبلازم وليس العكس. يعني ايه العكس؟ يقول لك يستدل على حركه البلاستيدات الخضراء من دوران السيتوبلازم. انا ببص على البلاستيدات الخضراء يبقى انا بعرف حركه السيتوبلازم من دوران البلاستيدات، لكن العكس غلط. طب اشمعنى برضو البلاستيدات؟ طب ما انا اروح ابص يا عم على النواه، ابص على الفجوه العصاريه، اشمعنى؟ ما هو كل حاجه يا اولاد ليها سبب. ليه نبات الإيلوديا عرفنا خلايا كبيره وشفافه اقدر ابص فيه؟ اشمعنى بركز مع البلاستيدات؟ قال لك يا اولاد لانها عضويات ملونه بصبغه الكلوروفيل تتاثر بالضوء. لما انا اجيب الميكروسكوب الضوئي بتاعي واسلط ضوء على الخلايا، مين اللي تلقطه؟ البلاستيدات الخضراء، تتفاعل فيها صبغه الكلوروفيل فتبدا ان هي تشع ضوء او تتلون. لكن لو انا جيت لحاجه ما بتتاثرش بالضوء ما انا اصلا مش هشوفها. فهي لانها عضويات ملونه بصبغه الكلوروفيل وتتاثر بالضوء. ادي يا باشا اهي البلاستيدات الخضراء اهي عماله تلف اهي في حركه ايه؟ في حركه دورانيه في اتجاه واحد اهي، تلف كده. ودي مثلا تلاقيها بتلف كده. المهم ان هي في اتجاه واحد، ما ينفعش الخليه يبقى فيها اكتر من اتجاهين. اللي يخلي السيتوبلازم يلف لنا يا باشا كده يا باشا، يعني هو غاوي فرهضه؟ يعني هو السيتوبلازم ده غاوي تعب؟ غاوي يفضل يجري في الخليه كده؟ لازم اعمال العقل. احنا عندنا يا اولاد دي الخليه بتاعتنا اهي، الخليه اهي عايزين الحته دي عايزه تاكل والحته دي عايزه تاكل او تتغذى، ودي عايزه تتغذى ودي عايزه تتغذى. فايه اللي يحصل؟ يقوم السيتوبلازم يلف فيوزع الماء والغذاء على كل اجزاء الخليه. يبقى يا اولاد اول اهميه للحركه الدورانيه هي توزيع الماء والغذاء على كل اجزاء الخليه. الحته دي عايزه تشرب وتتغذى ودي تشرب وتتغذى ودي تشرب وتتغذى. لو احنا واقفين مكاننا والاكل موجود هنا، ده الاكل والغذاء هو الميه، طب ما خلاص الحته دي هتاكل وباقي الخليه تموت بقى شكرا. لا، فاحنا لازم نوزع الاكل والايه اللي هو الماء والغذاء على كل اجزاء الخليه. تاني حاجه القيام بعمليه البناء الضوئي بكفاءه. فاكرين من شويه يا ولاد لما قلت لك النبات وهو نايم كده فيبقى الجزء ده من النبات هو اللي بيعمل بناء ضوئي بس والجزء ده ما بيعملش، فجه المحلاق راح جاي شده موقفه ومخليه مستقيم عشان الناحيه دي تعمل بناء ضوئي ودي تعمل بناء ضوئي. كذلك الخليه لو احنا نايمين كده فالناحيه من الخليه دي اللي بصل الضوء فيها بلاستيدات خضراء، فالبلاستيدات الخضراء اللي هنا عملت بناء ضوئي كويسه وكل حاجه. طب والناحيه دي يا باشا، هي الناحيه دي ملهاش نفس؟ يعني البلاستيدات الخضراء اللي فيها ملهاش نفس تعمل بناء ضوئي اخرى؟ لا، لها نفس تعمل. هنعمل ايه؟ هنقلب الخليه على جنبها؟ مش هينفع الخليه تتقلب، مش هينفع الخليه تروح جايه عامله كده فتجيب البلاستيدات الناحيه دي. امال ايه اللي يحصل؟
هي الخليه وهي ثابته في مكانها. انت يا باشا خلصت ايه البناء الضوئي بتاعك، لف انزل لي تحت، واللي كان هنا البلازدات الخضراء اللي كانت موجوده هنا تطلع لي فوق. ادي المثال اهو. لو ديت عندنا اللي هي الخليه، عندنا دي بلاستيدات خضراء عملت بناء ضوئي، ودي بلاستيدات خضراء ما عملتش بناء ضوئي. طب ما دول عايزين يعملوا بناء ضوئي، ما هو الضوء جاي من فوق من هنا، فايه اللي يحصل؟ يحصل حركه دورانيه، تبدا الدنيا تلف، فيجي اللي تحت يبقى فوق، واللي فوق ينزل ايه؟ ينزل تحت. يبقى الاثنين بيبدلوا مع بعض عشان يتعرضوا للضوء فيعملوا البناء الضوئي بكفاءه، وهي دي فائده الحركه الدورانيه. تعالى يا باشا ملخص سريع كده، بيقول لك حركه في النبات تعتمد على وجود الماء. يعني ايه وجود الماء؟ يعني لو في ميه هتحصل، ما فيش ميه مش هتحصل. او يقول لك تعتمد على خاصيه فيزيائيه او خاصيه فسيولوجيه، او يقول لك الاسموزيه. يبقى خاصيه فيزيائيه هي فسيولوجيه هي الاسموزيه. ايه يا اولاد الحركات في النبات اللي بتعتمد على وجود الماء؟ قال لك اللمس والنمو واليقظه. هو ايه اللي بيحصل؟ لما انت بتلمس النبات بيتفضى من الميه، فالايه؟ فالخليه تروح جايه نايمه، بعدت الخليه تتملي ميه ثانيه فتتفتح وايه؟ وتتيقظ مره اخرى او يحصل لها يقظه. كذلك النوم واليقظه، يجي الليل تروح جايه الميه مشفوطه من النبات فيروح جاي النبات نايم، يجي النهار الميه ترد في النبات فيروح جاي النبات مفتح مره ثانيه. فالحركه اللي بتعتمد على وجود الماء هي اللمس والنوم واليقظه. طب حركه تعتمد على وجود الاكسينات، او يقول لك تعتمد على ماده كيميائيه او اختلاف معدل النمو هنا وهنا. هيقول لك يا باشا كل صور الانتحاء، اللي هو الانتحاء بقى الارضي، الانتحاء للضوء، الانتحاء للجاذبيه، كل صور الانتحاء والشد بالمحاليل. واحنا شرحنا الشد بالمحاليل قلنا ان هي بتعتمد على الاكسينات. طب الانتحاء هو يا اولاد انا بقول لك الحاجه بتنمو بعيده عن الايه؟ عن المؤثر او قريب ليه؟ ايه اللي يخليها تروح له؟ ان الاكسينات بتزيد فتخليه ينمو. طب ايه اللي خلاها تبعد عنه؟ ان الاكسينات بتنمو في العكس فتخليه ينمو في العكس. يبقى النمو تجاه المؤثر او عكسه في الانتحاء برضه بيعتمد على ايه؟ على تركيز الاكسينات. يبقى حركه تعتمد على الاكسينات، ماده كيميائيه، اختلاف معدل النمو، هيبقى الانتحاء او الشد بالمحاليل. حركه في النبات تزيد بوجود الماء، خلي بالك تعتمد على وجود الماء، تزيد بوجود الماء او تتاثر بكميه الماء. لو الميه كتير الحركه تبقى احسن، الميه اقل يبقى الحركه تبقى اقل. ايه؟ الدورانيه السيتوبلازميه، لان احنا قلنا السيتوبلازم ده عباره عن سائل، فكل ما السائل يزيد الحركه تكون افضل، كل ما السائل يقل الحركه برضه تقل. يبقى التجميعه ديت مهمه. يقول لك تعتمد على وجود الماء يبقى اللمس والنوم واليقظه. قال لك وجود الماء خاصيه فيزيائيه فسيولوجيه الاسموزيه، دي كلها حركه الماء. وجود الماء يا ولاد او حركه الماء، ان الماء بيتحرك يطلع من النبات، النبات ينام، يرجع للنبات، النبات يصحى. حركه في النبات تعتمد على الاكسينات، ماده كيميائيه، اختلاف معدل النمو، يبقى ايه؟ كل صور الانتحاء والشد بالمحاليل. تزيد بوجود الماء او تتاثر بالكميه بتاعت الميه، يبقى الدورانيه السيتوبلازميه. تعال نشوف بقى شويه ايه تجميعات جميله كده علشان الايه الموضوع بتاعنا بتاع الحركه في النبات. قلنا اول حاجه الحركه الموضعيه تؤدي الى حركه كليه، دي قلناها في الاول خالص. قلت لك لما انا بحرك رجلي يبقى عملت حركه موضعيه، لكن لما رجلي تكمل الحركه نقلت لي جسمي، يبقى حركه موضعيه ادت الى حركه كليه. يبقى فعلا الحركه الموضعيه تؤدي الى حركه كليه، صح. عدد انواع الحركه في نبات المستحيه وعدد صور الحركه في نبات المستحيه. كنت بقول لك الانواع اللي هم الثلاثه الاساسيين اللي هم ايه؟ اللي هي الدائبه الموضعيه والكليه. فانا بقول لك قول لي كم نوع من الثلاثه دول من الانواع دول بيحصل في نبات المستحيه؟ هتقول لي نوعين اثنين، الدائبه والموضعيه. قلنا النبات ما بيعملش حركه كليه، يبقى عدد انواع الحركه نوعين، دائبه وموضعيه. يا اما يحصل حركه في الخلايا بتاعت النبات يا اما يحرك جزء منه. طب صور الحركه اشكالها ايه بقى؟ النبات ده بيتحرك في شكل ايه؟ هتقول لي عددهم 4. يبقى صور الحركه 4 اللي هم قلنا اللمس بيحصل في المستحيه بس، النوم واليقظه قلنا بيحصل في المستحيه وبعض البقوليات، الانتحاء قلنا كل النباتات بلا استثناء بيحصل فيها انتحاء، يبقى برضو المستحيه بيحصل فيها انتحاء، والدورانيه السيتوبلازميه برضو بتحصل في كل خلايا النباتات. يبقى يقول لك عدد انواع الحركه 2، عدد صور الحركه يبقى 4. اكتر صور الحركه مخصصه في النبات. ايه هي اكتر صوره بتحصل في النبات والصوره دي مخصصه؟ يعني ايه مخصصه؟ مميزه للنبات. هنلاقي حركه واحده اللي هي حركه اللمس، دي مخصصه للنبات المستحيه، اصلا بتستحي من اللمس، بيسموه نبات الست المستحيه، بيتكسف اول ما يتلمس يروح جاي ايه؟ يروح جاي مكسوف من نفسه. حركه الشد بالمحاليل قلنا تعتبر انتحاء موجب لللمس،
وديت احنا قلناها، قلنا في الانتحاء عندنا مؤثر اسمه اللمس. لما انت المحلاق بيلمس الايه الدعامه فبيبدا ان هو يقرب منها ويلف حواليها، يبقى كده انتحاء موجب راح ناحيه الدعامه والمؤثر بتاعك كان اللمس. يبقى الشد بالمحاليل هي انتحاء المحلاق بيميل بالموجب يبقى ناحيه الدعامه، والمؤثر بتاعنا كان اللمس قلناها فوق. قبل ايجاد المحلاق للدعامه يكون تركيز الاكسنات 50-50 على الجانبين، وقلناها قلت لك ده المحلاق بتاعك لو هو مقسوم كده، فانت عندك الاكسنات هنا 1 2 3 4 5، هنا 1 2 3 4 5، فيبقى هنا 50% و50%. ده قبل ما يلاقي الدعامه، قبل ايجاد الدعامه. بعد ايجاد الدعامه يختلف التركيز، يبقى اكبر من 50 في الناحيه القريبه، اللي هو يا اولاد الناحيه القريبه ديت المفروض اقل من 50 في الناحيه القريبه، يبقى الناحيه القريبه الاكسنات بتهرب منها خلاص، واكبر في الجهه الاخرى. يا بس ايه، يا اما تبدل دي يا اما تبدل الناحيه القريبه مع الناحيه الاخرى. الناحيه القريبه يا اولاد لو احنا افترضنا ان دي الدعامه اهي، دي الدعامه، الاكسنات بتهرب من هنا، فالاكسنات هتزيد في الناحيه الثانيه. يبقى التركيز ده بقى اقل من 50 في الناحيه القريبه، وباكتر من 50 ده ممكن يبقى 70، ده ممكن يبقى 80، يبقى ده في الجهه الايه، في الجهه الاخرى اكبر من 50. يبقى انت خلي ديت اكبر وخلي ديت ايه اقل. بيقول لك يتوقف نمو الجزء البعيد عن الدعامه عند الوصول لها، يعني الجزء يا اولاد برضه ديت اللي كاتب الايه الداتا الجزء القريب. بيقول لك هل يتوقف نمو الجزء القريب عن الدعامه عند الوصول لها؟ يعني الناحيه القريبه ديت يا اولاد اللي الاكسنات هربت منها بتبطل نمو، دي جمله خاطئه. ليه؟ احنا قلنا الجزء البعيد بينمو والجزء القريب بينمو، ولكن البعيد بينمو بمعدل اسرع، لكن الاثنين بيكملوا في النمو. يعتمد توقف الشد بالجذور الشاده، امتى الجذور تبطل نمو وتبطل شد؟ قال لك عند الوصول لعمق مناسب، يبقى هي بتعتمد على العمق. طب قال لك يعتمد نمو الجذور، برضه نمو الجذور بيعتمد على ايه؟ برضه الوصول لعمق مناسب. هو الجدر يفضل ايه يشد لحد امتى او يفضل ينمو لحد امتى؟ لحد ما يوصل لعمق مناسب. يبقى احنا بنعتمد على العمق. افضل خلايا لدراسه الحركه الدورانيه السيتوبلازميه. هو انا يا اولاد لو عايز ادرس الحركه الدورانيه السيتوبلازميه ادرس في الجذر ولا في الساق ولا في الاوراق؟ قلت لها مش فاهم السؤال. هقول لك هو احنا كنا بنعتمد على ايه عشان نشوف حركه السيتوبلازم؟ هتقول لي البلاستيدات الخضراء. انا مذاكر كويس. اقول لك حلو، مين في بلاستيدات خضراء اكتر؟ الجذر ولا الساق ولا الاوراق؟ هتقول لي اللي بيعمل بناء ضوئي اكتر. اقول لك صح. مين فيهم بيعمل بناء ضوئي اكتر؟ الاوراق. يبقى احنا يا اولاد بنعتبر افضل خلايا لدراسه الحركه الدورانيه السيتوبلازميه خلايا الاوراق. ليه؟ لوفره البلاستيدات، واحنا اصلا كنا بنبص على البلاستيدات علشان نشوف الحركه. يبقى ديت خلايا الاوراق. بعد كده عندنا 4 رسومات بيانيه جميله جدا جدا. اول رسم بياني يا باشا بيقول لك ده الزمن، يعني الوقت بيعدي كده، وسرعه النمو. خلي بالك انا بقول لك سرعه النمو، يعني بينمو بسرعه ولا بينمو ببطء. قال لك يا باشا المحلاق ماشي ما لقاش الدعامه، بعد كده جزء منه بقى ينمو بسرعه والجزء الثاني بينمو بس بينمو ببطء. ده يا ولاد مش معناه ان هو بيقل في النمو، لان احنا هنا بنتكلم على السرعه. هل السرعه بطيئه ولا السرعه سريعه؟ هو ده الرسم البياني. فلقينا واحد بينمو بسرعه واحد بينمو ببطء. يبقى ده يا باشا الجزء البعيد بينمو بسرعه لان الاكسنات بتهرب ليه، وده الجزء القريب. لكن الاثنين لما كانوا بينمو بنفس السرعه ده كان قبل الدعامه، يبقى ده بعد الدعامه. اول ما يلاقي الدعامه جزء ينمو اسرع وجزء ينمو ابطا، يبقى ده الفرق هنا سرعه النمو. طب لو جبت لك نفس الرسم وقلت لك النمو يعني بينمو ولا ما بينموش؟ هتقول لي لا يا دكتور، تقول لي الاثنين بينمو. يبقى انا لما اجي اقول لك يا باشا ادي المحلاق ماشي اهو، قبل الدعامه هو بينمو لحد ما يلاقي الدعامه، واحد هينمو وواحد برضه هينمو، يبقى الاثنين بينمو بس واحد بينمو اكبر من الثاني. يبقى هنا السرعه ده بسرعته بتزيد وده سرعته بتقل، لكن ده نموه بيكبر وده برضه بيكبر. احنا قلنا الاثنين بيكبروا بس بمعدل مختلف، يبقى ده بيكبر وده برضه بيكبر. حد يقول لي طب ما انا اعمل دي هنا كده يا اولاد، ده سرعه النمو بتاعته، الجزء ده السرعه بتاعته بتقل، فانا ماشي بعبر عن السرعه، يبقى لازم السرعه تقل. لكن هو بينمو عادي معايا خالص، لكن هنا انا بعبر عن النمو وليس سرعه النمو. يبقى الاثنين هينمو بس واحد طبعا بيبقى اكبر من الثاني. طب لو جاب لك الصوره دي وقال لك ان انت عندك المحلاق راح جاي عامل كده، يعني ايه يا اولاد؟ قال لك المحلاق كان ماشي كده وفجاه رجع للصفر، يبقى اللي حصل
المحلاق لم يجد دعامه فحصل له ايه؟ زبل ومات، فالنمو بتاعه بقى صفر. يبقى يا اولاد المحلاق لم يجد دعامه، يبقى هو كان بينمو ورجع للايه؟ للصفر، معناه ان هو زبل ومات. بعد كده يا باشا بيقول لك ده نمو الجذر وده الزمن. الجذر يا اولاد احنا ملاحظين ايه؟ بيزيد واللي يقل شويه، يزيد ويقل شويه، يزيد ويقل شويه. ايه اللي بيحصل؟ يزيد ثم يتقلص، يزيد ثم يتقلص. ده كان بيحصل في الايه؟ في الجذور الشاده علشان يشد النبات لاسفل. يبقى هو في النهايه يا اولاد بينمو. يعني بص ده نمو الجذر دلوقتي فين؟ عند 80 مثلا. هنا النمو بتاعه كان لسه 1 أو 2، يبقى هو في النهايه نما. بس هل نما في خط مستقيم؟ لا، ده كان طوله بيزيد ويروح جاي متاثر شويه، ويروح جاي زي الثاني اطول ويروح جاي متاثر حبه، ويزيد يبقى في النهايه هيطول، ولكن الطول بتاعه ما جاش بشكل مستقيم، ما جاش بشكل دايركت. خلاص، يبقى الرسم اللي بيبان ده بيعبر على نمو الجذور الشاده. كده نكون خلصنا موضوع الايه؟ الحركه في النبات. ان شاء الله هنكمل الجزء الجاي الحركه في الانسان. وزي ما قلت لك اي حاجه تعطلك وقف الفيديو وارجع اسمعها تاني مره واثنين وثلاثه. انت معاك الفيديو مفتوح اسمع فيه براحتك. لقيت جزء برضه ما انتش فاهمه، كل ما ترجع ما انتش عارف تفهمه برضه اقول لك ان شاء الله هسيب لك حاجه للتواصل، يعني هشوف طريقه تكون مناسبه للتواصل، بحيث ان اي حد عنده سؤال او اي حد عنده استفسار يقدر ان هو يبعت عليها، ان شاء الله اجاوبك وافهمك الجزئيه تاني وتالت، واحاول اشوف لك مثال تاني وتالت وايه ورابع. اعملوا اللي عليكم يا شباب، وان شاء الله ربنا ما بيضيعش تعب حد. والله كل ما هتتعب كل ما هتلاقي ربنا بيكرمك في النتيجه. ولو لا قدر الله ما توفقتش في نتيجه اوعى تفتكر ان تعبك هيضيع. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ لك التعب ده وبيترد لك في 1000 صوره تانيه، بيترد لك في صحتك، بيترد لك في شغلك، بيترد لك في راحه بالك، بيترد لك في اسره مستقره. فاتعب وان شاء الله ربنا عمره ما هيضيع تعبك. ونكمل مع بعض في الحصه الجايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.